السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. النهاردة معدنا مع حكاية جديدة عن شاب بسيط الكل بيستهزأ بيه حرفيا، بس محدش يعرف إنه بطل خارق وإنه ورث قوة ملهاش حدود من جده. إيه هي قوته دي بقى، وليه عايش بالطريقة دي حتى مش بيدافع عن نفسه في أبسط المواقف، والخطر اللي بيطارده إيه؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. خليكم معانا للنهاية علشان أحداثنا النهاردة كلها شيقة وما ينفعش تفوتكم. في سنة كان اسمها جياشن، معروفة في عالم الأبطال الخارقين اللي عددهم 9. المميز في السنة دي إن واحد شرير عرف بالقوة الخارقة للغرباء دول، فما كانش اسمهم أبطال خارقين، كان بيتقال عليهم غرباء لأنهم بيمتلكوا قوة خارقة غريبة جدا ومش زي البشر العاديين. المهم إن بتقوم حرب بينهم عشان كان في واحد عاوز يستحوذ على قواهم الخارقة كلها. كانت النتيجة إن حصلت مجزرة بينهم، وفي اللي مات منهم وفي اللي اختفى، وبتمر سنين لغاية ما بترجع الحرب من جديد. بيبدأ كل شيء في ليلة كان فيها واحد من القرية مش في وعيه وماشي لغاية ما لقى نفسه في مقبرة، وبيشوف مجموعة من الوحوش بينبشوا قبر واحد وبيسرقوا جثته. طبعا الراجل بيشوف المنظر ده وبيترعب وبيفتكر إنه بيتهيأله أو بيحلم، وبيفضل يضرب في نفسه علشان يفوق، بس بيلاقي إن اللي بيحصل ده حقيقي فبيهرب بسرعة. ساعتها الوحوش اللي عاملين زي الزومبي دول كان فيه حد بيتحكم فيهم وبيأمرهم إنهم يمشوا طالما نفذوا المهمة وأخدوا الجثة. وتاني يوم الصبح كان الراجل اللي هرب ليلة امبارح بلغ زعيم القرية، وراحوا يدوروا ويتأكدوا من اللي حصل. بيتفاجئوا إن اللي اتسرقت جثة تشانج شيلين، والغريب بالنسبة لهم إن الجثة دي تحديدا اللي اتسرقت مع إن المنطقة لا هي أثرية ولا فيها كنوز، فإيه المميز في جثة تشانج شيلين بالذات علشان يسرقوها بالشكل ده؟ في الوقت ده في جامعة شينبو في مدينة تانية كان في حفلة في الجامعة وتكريم لقائد فريق الجمباز اللي حقق ميداليات كتيرة. طبعا بنفتكر إن ده بطلنا، بس مش هو. كان تشانج تشولان شخص عادي، وأول ما بيظهر كل الحضور بيتريقوا عليه علشان مش ده بطل الجمباز اللي بيحبوه فرحانين بوجوده. تشانج تشولان كان شاب عادي جدا ومنبوس حتى ومنطوي، ما كانش له أي أصدقاء ولا علاقات اجتماعية. كانت كل مهمته في المسرح إنه يفرش السجادة الحمراء علشان البطل اللي الكل مستنينه يطلع من عليها المسرح. الغريب إنه كان عنده قوة صبر وتحمل غير عادية للتنمر والاستهزاء بيه. وفجأة بيجيله تليفون من زعيم القرية إن جثة جده اتسرقت، فبيرجع بسرعة على القرية ويدوب بيوصل المقبرة ولسه بيتكلم مع زعيم القرية علشان يشوفوا هيتصرفوا ازاي. بتوصل بنت غريبة وبتدعي انها تبقى اخت تشولان، وانها وصلت علشان تتعامل مع مشكلة سرقة جثة جدها اللي مش هو جدها اصلا، وبتقول ان اسمه باو باو. وطبعا لما بتقول ان شيلين يبقى جدها، تشولان مش بيصدقها لانه ملوش اخوات اصلا. فباو باو بتطلع صورة قديمة لعيلته، وبتستغل ان ابوه كان هاجر السنين اللي فاتت كلها وما يعرفش عنه حاجة، وبتقول انه يكون ابوها، بس كل اهل القرية بيصدقوها علشان عارفة كل حاجة عن تاريخ العيلة. بالليل كان تشولان راح عند قبر جده وبيتكلم مع روحه وبيتمنى ان يسمعه، وبيطلب منه انه يزوره في حلمه ويقول له الحقيقة. وليه طول عمرهم كان زي ما يكونوا بيهربوا من حاجة، بس عمره ما صرح ولا قال له بيهربوا من مين ولا ايه. فجأة تشولان بيشوف حد بيحفر في القبور على مسافة منه، فبيفتكر ان ده الشخص اللي سرق جثة جده. بيخرج تليفونه بسرعة وبيصوره علشان يكون معاه الدليل، بس اول ما الفلاش بينور بيتفاجئ ان دي باو باو وشافته كمان، فبيخاف جدا وبيطلع يجري. هنا بيتصدم بيها طايرة في السماء وبتهجم عليه وبتضربه ضربة على راسه يفقد الوعي بسببها. لما بيفوق بيلاقي في وحش جنبه، وقبل ما الوحش ده يهاجمه كانت باو باو قتلته بالسكينة. بعدها بتمسك ايد تشولان وتتأكد من حاجة، وهي ان عنده قوة خارقة ولا لأ. بس لما بتلاقيه شخص عادي بتسحبه من رجله وبترميه في قبره وبتبدأ في الردم عليه علشان تدفنه حي. ساعتها بيظهر عدد كبير من الوحوش الزومبي، وباو باو البنت الخارقة الغريبة دي بتهاجمهم واحد واحد بسرعة رهيبة، وكانت بتطير في الهواء حرفيا وتقتل كل اللي بيجي في سكتها بسكينة وبتحوله لتراب. ولما تشولان بيصرخ علشان يستنجد بأي حد بيجذب الوحوش ناحيته، فباو باو بتسيبه لهم وبتهرب هي. بعدها بتقابل واحد غامض شكله هو المدير بتاعها واللي كلفها بالمهمة دي، وانه له علاقة بعالم الغرباء او الخارقين. اول ما باو باو بتشوفه نازل من عربيته، السكاكين اللي كانت في ايديها بتختفي من غير ما تحرك ايديها حتى، زي ما تكون السكاكين دي جزء منها. المهم انها لما بتبلغوا باللي حصل في القرية وسرقة جثة شيلين، وان الوحوش الزومبي اللي بيقول عليها العبث كانوا بيطاردوها، ولما بيسمع صوت تشولان بيجري عليه علشان يساعده، وبيستغرب انها سابته في الخطر ده لوحده وما حاولتش انها تدافع عنه. على ما بيوصل المقبرة كان تشولان اختفى هو وحوش العبث، بس بيلاقي كارنيه الجامعة بتاع تشولان على الأرض، وبيقرر إنه يخلي باو باو تتخفى وتدخل الجامعة بهوية جديدة علشان تتتبع تشولان ويكون تحت عينيها طول الوقت. لأن الشاب ده فيه حاجة مميزة، وكان مستغرب إنه قدر ينجو الفترة اللي فاتت، وشك إن ممكن يكون في حد بيساعده في السر. وقتها تشولان كانت الوحوش خطفته المكان مهجور، وبيحاول إنه يهرب منهم على قد ما يقدر. في لحظة بيشوف باو باو قدامه، وبعدها ما يعرفش ايه اللي حصل. بيفوق مرة واحدة وهو بيصرخ في الوحوش علشان يبعدوا عنه، وبيلاقي نفسه
في محاضرة تاني يوم وإيده متجبسة، ولما الدكتور بيزعله وبيسأله عن الموضوع اللي كان بيشرحه تشولان بيوقف مش عارف يرد لغاية ما بيسمع صوت بنت جنبه بتغششه، ولما بيبصلها بيتفاجئ إنها باو باو، فبيترعب وبينط من مكانه من الصدمة. بس لما بيلاقي باو باو متتبعاه بيقرر انه يشتري لها غدا معتبر كل الاكل اللي بتحبه وكل اللي شافته في المنيو بيجيبه لها علشان تقول له هي عاوزه منه ايه وليه بتطرده. بيطلب منها تساعده يرجع جثه جده، بس هي بترفض وبتقول له انها مش اخته اصلا، بتأمره انه يروح معاها على مكان يعرفوا يتكلموا فيه لوحدهم. ساعتها تشولان بيهرب منها وبيقفل باب السلم من الناحيه التانيه فاكر انها مش هتعرف تفتحه، بس بيتصدم لما بيلاقيها بضربه واحده من السكينه اللي في ايديها بتقدر تقسم الباب الحديد نصين وبتطرده. ساعتها تشولان بيجري على حارس الامن وبيتحامى فيه، ولما بيقول على اللي بيحصل الحارس مش بيصدقه وبيفتح الباب لباوباو، ولما باوباو بتدخل والحارس بيشوف معاه السكينه بيلاقيها سكينه مطاطيه لا يمكن تأذي حد. وبعدها تشولان بيخرج معاها وبتحاول تعرف منه هو ليه مخبي قوته، لان لما كانوا ليله امبارح في المقبره بتشوف على ايده علامه القوه وكان في ختم سحري، فجاه بتهجم عليه علشان تستفزه وتخلي قوته تنشط، بس بتتفاجئ انه بينزل على ركبه وبتوسل ليها علشان تسيبه. وبالليل في نادي المدينه بنتعرف على لو ليانج، واحد من طائفة الأشرار واللي عنده القدرة على قراءة ذكريات أي حد حتى لو كان ميت، والقدرة دي اسمها روح الهمس. يتفاجئ بقى إنهم هما اللي سارقين جثة شيلين، وزعيمة النادي كانت هي اللي مكلفاه بالمهمة دي، وبالتبعية هو كلف الوحوش يسرقوا الجثة علشان ينضموا للطائفة بتاعته. ولما لو ليانج بيحاول إنه يقرا ذكريات شيلين مش بيوصل لحاجة، بس بيتفاجئ إنه برغم إنه مات من زمان إلا إن جسمه بيتمتع بطاقة تشي لسه، وطاقة كبيرة مش أي حاجة. ساعتها لو ليانج بيرفض إن الوحوش دول ينضموا للطائفة لأنه ما وصلش للي هو عاوزه، بس قاعدة الوحوش دي بتتحكم فيهم من خلال جهاز عامل زي الأتاري، بتتفق مع لو ليانج والبنت التانية إنها تنفذ المهمة اللي جاية وتنضم للطائفة. المهم إنها كانت تخطف تشولان وترجع لهم بيه حي أو ميت. وفي مكان تاني بنشوف شاب لبسه غريب زي ما يكون جاي من عصر تاني، لبسه شبه بتوع الساموراي أو اللي بيتدربوا على الفنون القتالية. كان في محطة القطر في الوقت اللي كان مستني فيه وصول القطر بيتفاجئ إن الزمن اتوقف وتظهر علامة العين الشريرة، وبيخرج منها قطر غريب عمره يمكن أكتر من 100 سنة مش زي القطارات الحديثة بتاعت الأيام دي. وبسرعة البرق الشاب ده بيركب القطر حتى من غير ما الباب يتفتح وبيخترقه كأنه سراب. هنا كانت المفاجأة إنه بيلاقي كل الركاب اللي في القطر مقتولين وواقعين على الأرض سايحين في دمهم، وبيلاقي جريدة أول ما بيبص فيها بيتفاجئ إن التاريخ اللي فيها لسنة الجياشي يوم سنة فبراير. الأغرب بقى إن بيشوف تشولان قدامه عينيه متوهجة زي النار وهدومه كلها دم، ومعنى كده إن هو اللي قتل كل دول. وفي اللحظة دي الشاب بيلاقي نفسه اتسحب تاني لزمنه الطبيعي وواقف لسه على رصيف المحطة، وبيعرف إن دي تقنية الوهم اللي بتجيله وبتحول لحقيقة. بس إيه يا ترى السر ورا اللي بيحصل ده؟ كان نفسه يعرف مين الشخص اللي شافه في الوهم ده، وبنعرف إن ده وانج يا تلميذ في مدرسة للفنون القتالية، كان على طول مش بيتدرب بانتظام مع زمايله. ولما المعلم كان عايز يعاقبه وانج يا بياخد بعضه بيروح للمعلم الأكبر علشان يتصرف معاه من الآخر. ولما بيدخل للمعلم الأكبر تشو مينج زعيم طائفة وو دانج زعماء الوهم بيسأله لو كان ممكن حد قدرته توصل إنه يخلي الوهم حقيقي لدرجة إنك مش ممكن تفرقه عن الحقيقة وتشوف أحداث حصلت في المستقبل أو الماضي. وبيفاجئ المعلم تشو مينج إنه انتقل لسنة جياشن في القطر، وبنرجع فلاش باك من 14 سنة. كان تشولان عايش مع جده في القرية، كل شوية كان بيضرب له ولا 10 ولاد من القرية علشان بيتنمروا عليه وما كانش بيتحمل إن حد يهينه. وفي كل مرة كان جده بيتورط في دفع فلوس للناس علشان ما يعملوش شكوى ضده. شيلين لما بيطلب من تشولان إنه يتحكم في نفسه ويتحمل الإهانة وما يظهرش قوته، تشولان بيقول له إنه ما بيقدرش يعمل ده، فجده بيقطع أستك النبلة وبيربطه على إيده كل شوية يشده ويلسعه في إيده، وبيعلمه إنه كل ما يكون متعصب يعمل كده بالأستك لغاية ما يزود قوة تحمله وصبره. من وقتها وبسبب قوة تشولان اللي لسه مش عارفين ايه هي كان جده بينتقل بيه من قرية للتانية وما كانش لهم مكان ثابت ومستقر يعيشوا فيه. وفي مرة تشولان بيسأل جده عن أبوه وإن ليه في عمره ده كله ما شافه ولا يعرف هو مين. جده بيقول إنه في يوم من الأيام أبوه هيجيله. شيلين عمره ما صارح تشولان بالحقيقة ورا هروبهم وانتقالهم المستمر، وبيوعدوا إن يوم ما يكبر هيقول له يفهمه كل حاجة، وطبعا اليوم ده مش بيجي أبدا. في الوقت الحاضر كان تشولان في الجامعة ومعدي بالصدفة وبيتفاجئ بباوباو بتنادي عليه، فبيحاول يستخبى منها بس بينتهي بيه الحال عند ملعب كرة السلة، وواحد من زمايله بيرميه بالكورة وبيخبطه في راسه وتشولان بيتألم فعلا، وزميله بيستفزه بيقول له هتعمل ايه يعني؟ ساعتها تشولان بيشد الاستك اللي لسه لابسه في ايده من يوم ما جده حطهوله وبيلسع بيه نفسه عشان يتحكم في غضبه وبيرمي الكوره يدخلها في السله مع انه كان بعيد جدا ويعتبر بره الملعب الناحيه التانيه. وبالليل كان في غرفته في السكن عامل نفسه نايم وبيبكي لما بيسمع زمايله بيتكلموا عليه انه منطوي ووحيد ومش محظوظ، وعلشان كده الكل بيتجنبه حتى ملوش ولا صديق واحد. ساعتها تشولان بيفتكر كلام جده عن الحظ لما كان بيفهمه
إن في الوقت اللي بيكون فاكر إنه ملوش حظ بيكون ده زي الموجة مهما كانت منخفضة مسيرها في يوم ترتفع في السماء، واللي بيعمل الحظ هو إصراره مش أكتر. شوية وبيجيله رسالة من صديقة له على مواقع التواصل، أول ما بيشوف صورتها بينبهر من جمالها وبتفاجئ إنها بتتفق معاه إنهم يتقابلوا ويتعرفوا على بعض في العالم الحقيقي. وتاني يوم كان مستنيها في مطعم وبتفاجئ بيها جاية على لوحة تزلج وبتعرفوا على نفسها يو يعني يان. وباو باو كانت مع شو المدير بتاعها في العربية بيتابع أخبار تشولان ولو كانت اكتشفت قوته ولا لأ. ولما بنرجع لتشولان فكان عمال يجيله رسائل من باو باو باستمرار، ما كانش عاوز انه يرد عليها وبيقضي وقته مع يان يان لغاية ما بيتفاجئ انها خدته على شارع جانبي وهي اللي بتتفاجئ بيه بيسألها عن جثة جده راحت فين. بيطلع انه عارف من الاول انها مش زميلته في الجامعة زي ما قالت له. لما بيفكر في اللي بيحصل الفترة اللي فاتت بيكتشف ان ليها علاقة باختفاء جثة جده. ساعتها كان هيفقد السيطرة على غضبه بس بيتحكم في نفسه زي ما جده علمه. بيتفاجئ ان يان يان هي البنت اللي بتتحكم في وحوش العبث وكانت عاوزة تقبض عليه وتسلمه لزعيم الطائفة علشان تنضم ليهم، وفي لحظة بتخلي الوحوش يهاجموه بعد ما بتتحكم فيه هو كمان بالجهاز اللي معاها. وبعد شوية كان تشولان فاق لقى نفسه في مكان مهجور وحواليه شوية من الوحوش المرعبين وبيحاول انه يهرب منهم، بس المشكلة انه كان خايف، ده غير انه كان كل ما يحاول يتغلب على واحد منهم بيلاقيه بيتقطع ومش بيموت. ساعتها بيدلوه على الطريق اللي يمشي فيه وبيلاقي البنت صاحبة النادي شياقو اللي بتخلي لو ليانج يقرا ذكرياته علشان يعرف كل حاجة عن جده والقوة بتاعته. وتشولان كان في خطر بس فجأة بيظهر شو سان وبيتحكم في الأشياء من حواليه وبيهدد شياقو علشان تسيب تشولان، بس لما بترفض باو باو بتطلع سكينة وساطور من ايديها وبنعرف ان لقبها اصلا مرأة الساطور وليه سمعتها وسط عالم الغرباء بالشكل ده. وبيبدأ القتال بينهم ويان يان بتتحكم في عدد كبير من الوحوش وبتخليهم يهاجموا باو باو وشوسان ويعطلوهم على ما ليانج يقرا عقله. ولما باو باو بتهاجم شياوقو كانت هتقتلها، شوسان بيتحكم فيها وبيبعدها عنها علشان الموضوع ما يتعقدش لان الظاهر في اتفاقات ما بينهم محدش يعرفها. ساعتها بيظهر واحد من بتوع الدليفري وبنعرف انه من المنظمة اللي بتسيطر عليهم علشان تحافظ على توازن العالم، وبيظهر عدد كبير من عملاء التوصيل وبيهاجموا شياوقو اللي معاها. ساعتها ليانج بيأمر فار الارض انه يتحرك ويقبض على تشولان، وبتفاجئ تشولان ان في حد بيتحرك بسرعه تحت الارض زي الحفار وبيشده وبيهرب بيه، بس باو باو بتنقذه منه. لما بتحاول تتغلب على فار الارض ده مش بتقدر لانه كان سريع جدا وبيتحرك تحت الارض، وتشولان كان عامل زي الكوره ما بينهم بيحدفوه لبعض. وبعد ما ليانج بيلاقي الموضوع اتطور ويتغلبوا عليهم بيهرب هو ويانيان اللي بتتحكم في تشولان وتركبوا العربيه علشان يمشوا بسرعه. بس باو باو بترمي عليهم الساطور بتاعها، اي نعم مش بيصيب حد بس اول ما بيتحركوا العربيه بيكتشفوا ان الضربه قسمت العربيه نصين. ساعتها تشياوقو وليانج بيهربوا وبيسيبوا يانيان يتقبض عليها وبيلبسوها طوق علشان يتحكموا فيها وما تستخدمش قوتها. اما تسولان فبيتصدم لما بيلاقي باو باو بترفع السكينه وبيفتكر انها تطعنه بيها، بس بتضرب بيها الدوده اللي كانت يانيان زرعتها في رقبته من ورا ومخليها تعرف تتحكم فيه. بنتعرف بعدها على شو سي مساعد شو سان في المنظمة اللي بياخدوا تشولان عليها علشان يعالجوه ويحموه، وهناك بيتعرف على رئيس المنظمة تشانج اللي بيفهموا شغلهم وانهم بيهتموا بالغرباء وبيحاولوا يسيطروا على الشر ويحافظوا على التوازن في العالم. وبيطلع ان كل اللي شغالين في المنظمة دي من الغرباء وعندهم قوة خارقة. ولما تشولان بيدخل مع رئيس المنظمة شياو بيتفاجئ بحجم المنظمة والمبنى اللي بيديروا منه كل حاجة تخص الغرباء في العالم، وشاو بيقول انهم طوروا المبنى والتكنولوجيا بتاعتهم على مر السنين لغاية ما وصلوا لمرحلة ان الدول التانية بقت تحاول تقلدهم ويستفيدوا من خبراتهم. وبنزل معاه الاسانسير للدور ال50 تحت الارض. كل ده وتشولان مش مستوعب، بس بيعرف من المدير شياو انهم بيسجنوا الغرباء اللي بيعملوا مشاكل هنا وبيحاولوا يجندوهم او يسيطروا عليهم، والمهمة الاساسية بالنسبة ليهم انهم يعرفوا اصل القوة اللي بيمتلكوها وخلتهم غرباء او خارقين. وفي البحث ده اكتشفوا ان في المادة المظلمة اللي منظمة الاشرار عاوزين يوصلوا لها من خلال تشولان لانها الاصل في القوة دي، بس محدش عارف ازاي ولا المعادلة بتاعتها ايه. ساعتها شياو بيطلب من تشولان انه ينضم لهم علشان يقدر يعيش في امان، خصوصا بعد ما انكشف للعالم كله. ولما تشولان بيفكر وبيفتكر كلام جده واخر يوم عاشه معاه قبل ما يموت، ان في اليوم ده جاله واحد من القرية كان بيزوره وبيطمن عليه وبيقترح على شيلين انه يدخل تشولان مدرسة داخلية ويرتاح شوية من مسؤولياته بما انه كبر وقرب على 95 سنة ومصيره يموت في اي لحظة. وقتها شيلين بيتخانق مع الراجل وبيقول انه عمره ما هيتخلى عن تشولان وهيفضل يهتم بيه لغاية ما يموت لانه اغلى حاجة في حياته. يوم ما كان شيلين محضر لتشولان اكل يكفيه كام يوم، وبعد ما علمه ازاي يولع النار ويسخن الاكل بيقول له انه هيسافر في مهمة وهيرجع قبل ما يخلص الاكل ده. بس بعدها بكام يوم تشولان بيتفاجئ بجده ميت قدام البيت في ليلة بالليل، ولغاية النهاردة مش عارف ايه السبب في موته ولا مين اللي قتله. وبنروح جبل لونجو بتاع الطاويين، وهناك اقوى ناس في عالم الفنون القتالية واللي يعتبروا بيديروا عالم الغرباء كله وبيحافظوا على السلام في العالم.
كان لينو التلميذ الطاوي الأكثر مهارة في الجبل كله بيتدرب لوحده. لما بيجيله حد يستدعيه علشان المعلم الأكبر عاوزه ضروري، في الوقت ده كان المعلم الأكبر زوي بيطلب من لينو إنه يجهز الدعوات لكل المعلمين وأعلام عالم الفنون القتالية علشان الاحتفال بذكرى الجبل ال2000. أما في جبل وودانج فكان وانج ياي في كهف المعلم الأكبر علشان يسأله عن معنى الرؤية اللي شافها وانتقاله لعالم جاشي، والشاب الغريب اللي كان متوهج وحواليه جثث كتير. والمعلم أول ما بيسمع كلمة جاشن واللي وانج ياي شافه بيتبدل، وكان عصبي جدا، وبحركة واحدة بيعمل ختم سحري على الأرض وبيرمي وانج ياي بره الكهف، وبيقول إن كارثة جاشن هتتكرر تاني. بعدها بنشوف يان يان وما بيحققوا معاها في المنظمة، وتشولان لما بيسمعها بتقول إنها انضمت للطائفة الشريرة علشان معاملة أهاليها ليها تحكمهم فيها. وبعد ما أجبروها سنين على تنمية قواها، أول ما اتمكنت منها فرضوا عليها إنها ممنوع تستخدمها، ده خلاها تتقلب عليهم وعاوزة تتصرف بحريتها. تشولان بيتخانق معاها وبيتهمها إنها بوظت له حياته الهادية، وإنه بقاله سنين بيحاول إنه يكبت قواه ويختفي عن أنظار العالم. وأول ما ظهرت الحال اتبدل في لحظة بسبب سرقتها لجثة جده. ولما بيسألها ليه سرقتها وأهميتها ليهم، يان بتقوله إن جده كان موجود في كارثة جاشن وإنه قتل 10 من زعماء الطائفة الشريرة عشان كانوا مهتمين بالطاقة والقوة اللي هو بيمتلكها وحاولوا ياخدوها منه، بس هو انتهى بيه الحال إنه قتلهم ومحدش عرف سر القوة دي إيه. وبنعرف إن القوة دي اسمها تاليت شي، أقوى قوة في العالم، واللي كل الزعماء الغرباء والأشرار بيحاولوا إنهم يوصلوا لسرها علشان يبقى عندهم القوة المطلقة ويتحكموا في العالم. ساعتها بيجوا خبر إنهم لقوا نعش شيلين، ولما بيفتحوه بيلاقوا فيه تاب عليه تسجيل من ليانج بيقول لهم ان الجثه وسط اكياس الزباله ويدوروا عليها براحتهم بقى. وبعد ما تشولان بيدور على جثه جده وبيلاقيها بيدفنه وهو حزين. وبعدها بكام يوم كان بدأ شغل في المنظمه كواحد من سعاة البريد والشحن المتنكرين. وفي الجبل كان زوي راح لرئيس قصر الطاويه يسهر معاه ويفتكروا ذكرياتهم مع زميلهم التالت اللي فقدوه. وبنتفاجئ انه شيرين اللي كان عايش طول السنين دي تحت اسم مستعار علشان محدش يتعرف عليه ويبعد عن المعارك والصراعات ويعرف يربي تشولان كويس في امان. وبيأمر لينو انه يروح يقابل تشولان ويختبر قوته علشان يعرفوا هيكون متأهل انه يرث القوة المطلقة لرئيس الطاوية ولا لا. ساعتها لينو بيتصدم انهم بيفكروا في انهم ينقلوا قوة المعلم الاكبر وسر القوة لواحد تاني غيره، بس ما كانش قدامه غير انه يوافق على الامر. في الوقت اللي كان تشولان في شغله في المنظمة بيتفاجئ بواحد اسمه لياو تشونج جاي بيسأله عن جده برضه. بيقولوا ان هو اللي كان بيحقق في القضية بقاله سنين، وبيديله صور للجثث اللي لقوها في الغابة، وبيقولوا ان شيرين الجد هو اللي قتلهم. بس تشولان ما كانش مصدق لان المكان اللي حصلت فيه الجريمه كان على بعد ساعات من بيتهم، وليلتها ولا جده ميت قدام البيت. في نفس الوقت كان ليانج اكتشف اخر ذكريات شيلين من الذكرى اللي سحبها من جثته، وعرف ان هو اللي كان في الغابه وقتل عدد كبير من طائفه الاشرار بمهاره البرق الارضي. وبنعرف ان ليانج كان فيه واحده غامضه من طائفه الاشرار هي اللي مكلفاه بالمهمه دي، وكانت عاوزه توصل لقوه تاليا تشي وتعرف سرها من ذكريات شيلين، علشان كده سرقوا جثته. بس للاسف مش بيلاقوا حاجه عنها في ذكرياته خالص. الكل كان عاوز يعرف سر القوة دي لأنها المفتاح لكارثة جاشن واللي حصل فيها، لأن وقتها تشيلين تحول وقدر إنه يقضي على جيش كامل لوحده بقوة مهولة. ولما بنرجع لتشولان فكان في أوضته بيسمع صوت غريب بره، ولما بيخرج يشوف فيه إيه بيتفاجئ بسلحفاة بيضة شبه اللعبة بتهجم عليه مرة واحدة وتخطفه. ولما تشولان بيفوق بيلاقي إنه في مكان مهجور، والبنت الصغيرة اللي بتتحكم في السلحفاة وبيفتكرها هي واللي معاها انهم من طائفة الاشرار، بس هما بيقولوا له ان زعيمهم عاوز يقابله مش اكتر ومش عاوزين يؤذوه ابدا. ساعتها لينو كان وصلوا معاه 2 من زمايله المعلمين، وتشولان لما بيحس بخطورة الموقف كان ماشي وعامل نفسه ملوش دعوة بحاجة، بس هما بيوقفوه بالعافية وبيضربوه. مرة واحدة لينو بيستخدم ضده مهارة تألق الذهب وبيهاجمه، بس تشولان بيصدها وكان فرحان جدا، وبيفاجئ لينو ان هو كمان بيعرف المهارة دي، وده بيصدم لينو لان ما كانش متوقع ان تشولان يكون بالقوة دي. بيضربه تاني قوي من الاول، وتشولان بيخبط في جبل، وكان شويه وهيدخل جوه الصخور من شده الضربه وتاثيرها، انه بيبدا انه يهينه ويقلل منه ويتهمه انه ولا حاجه. وساعتها تشولان بيفتكر كلام جده لما كان بيعلمه مهارات الفنون القتاليه والحركات السحريه، وبيأكد عليه انه ما يستخدمهاش ولا يظهرها لاي حد مهما حصل. بس في اللحظه دي تشولان كان فاض بيه وبيفعل قوه تألق الذهب وبتواهج زي النار اللي بتعمل حواليه درع. ولما بيهجم على لينو بيستخدم الكف الناري وبيثبته بيه على الارض لغايه ما بيضعف قوته. وقتها كانت باو حست ان تشولان في خطر، فبتنتقل في لحظه للمكان اللي هو فيه علشان تحميه. تشولان كان اتخلص من قبضه لينو وبيقطع الاستك اللي كان جده رابطهوله على ايده من صغره علشان يتعلم يتحكم في غضبه وقوته ما يظهرهاش. ساعتها باو كانت وصلت وبتقف تتفرج عليه وهو بيهاجم لينو، وبيشوف لقطات من ماضيه وازاي جده علمه مهاره البرق وبقى قوي بشكل غير معقول. وفي لحظة كان تشولان هاجم لينو بقوة البرق وبتصدى لمهارة تألق الذهب بتاعت لينو اللي لسه مصدوم ان واحد بسيط زيه بيمتلك القوة دي كلها.
ولينو ما كانش قدامه غير انه يستخدم البرق الاسود علشان يتصدى لقوة شولان، والاتنين قوتهم بتتصادم. وفجأة باو باو بضربة واحدة من السكينة بتاعتها بتكسر صواعق البرق وبتبعدهم عن بعض والقتال بيقف. هنا لينو بيسلم تشولان الدعوة لمسابقة الفنون القتالية. أما وانج ياي كان عارف بالخبر المنتشر عن تشولان، وأول ما بيشوف صورته وإن الشاب الضعيف ده بيمتلك قوة البرق والتألق الذهبي، وانج ياي كل حاجة بتقف من حواليه وبتظهر عين التنبؤ اللي بيخرج منها القطر بتاع جياشون. وبيلاقي نفسه جوه القطر فجأة وبيشوف نفس الشاب واقف مستنيه، ومرة واحدة جسمه كله بيتوهج نار وبينفجر. في اللحظة دي وانج ياي بيفوق من الرؤية دي وبيروح للمعلم الكبير تاني يقول له إنه دخل بوابة العاصفة. والمعلم الكبير كان متفاجئ لأن المهارة دي كانت مختفية بقالها سنين طويلة، ومفيش حد قدر إنه يوصل لبوابة العاصفة أو حتى يشوفها علشان يعرف الحقيقة ورا كرسي الجاشن واللي تسبب فيها حقيقي. أما تشولان فكان وصل لبيت قديم مع باو باو علشان يتدرب الفترة دي ويتأهل إنه يدخل مسابقة الفنون القتالية اللي لسه فاضل عليها 80 يوم. ولما بتلاقيه مش مركز ولا عارف يتأمل ويقوي طاقة التشي بتاعته بتقرب منه وتنقل لعقله قوة كبيرة بتفتح عين عقله إنه كده عاوز له سنتين على ما يتأهل للمسابقة ويعرف يواجه منافسينه اللي يعتبروا أقوى ناس في العالم. بس في ليلة تشولان بيتخانق مع باو باو علشان بتهينه طول الوقت وبتعامله وحش، ما كانش عاوز يخسر آخر جزء من كرامته، خصوصا بعد ما حقيقته اتكشفت للعالم كله وبقى الكل بيطاردوه. وباو باو لما بتحاول توقفه مش بتعرف ومش بيسمع لها وبيمشي. في الوقت اللي كان وانج ياي رايح لكهف المعلم الأكبر وبيتفاجئ إنه في حالة غريبة زي ما يكون بيختفي من العالم، وأول ما بيلمسه بينتقل لواقع تاني، والمعلم بيخليه يتعلم حركات فنون قتالية لواحد من أكتر المبدعين الكبار الثمانية اسمه شو شينج، علشان هو الخليفة الحقيقي له واللي هيقدر يفتح بوابة جيل اللي من خلالها هيحفظ التوازن في العالم. وبعدها المعلم بيموت ووانج ياي كان مصدوم. بنتعرف بعد كده على شيا يان بنت زعيم النقابة الشاملة اللي أسسها عيلة فينج تشانج هاو، وبيستغلوا قوتهم كغرباء في تحقيق مكاسب وثروات على مستوى العالم، وأهم حاجة عندهم الأرباح. بيجيلها تليفون من أبوها بيخليها تدور على تشولان وترجع له بيه. فعلا بتشوفه ماشي في الشارع وبتخطفه، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في أكبر فندق في البلد. ولما تشولان بيقابل تشانج هاو بيتفاجئ إنه عاوزه ينضم للرابطة بتاعته ويكون تابع ليه، وعشان يحقق ده بيعرض عليه إنه يتجوز بنته شيا يان مقابل إنه يقول له على كل الأسرار اللي عاوز يعرفها عن جده والقوة اللي كان بيملكها. ساعتها شيا يان بتحس إنها ملهاش قيمة عند أبوها علشان يجوزها لتشولان كده بكل بساطة، كأنها صفقة من بتوعه وما عندوش اهتمام بمشاعرها على الأقل. بس ما كانش عندها طريقة تانية تعارض أبوها، وكان طول الوقت بيعايرها إنها الوحيدة اللي في العيلة اللي ما ورثتش القوى الخارقة بتاعتهم وهي استحضار الأرواح الخارقة. في الوقت ده كانت باو باو في حالة غريبة وكانت متضايقة لأول مرة علشان زعلت تشولان، وقررت إنها تروح تدور عليه وتعتذر له. وبتروح على الفندق بس مش بيرضوا يخلوها تقابله. ساعتها بتستخدم قواها الخارقة وبتقتحم المبنى، ومفيش أي حد بيعرف يقف في سكتها، حتى الأبطال الخارقين اللي خطفوا تشولان من يومين مش بيعرفوا يوقفوها. كان عندها إصرار غريب إنها لازم تقابل تشولان وتعتذر له. باو باو أصلا كان فيها حاجة غريبة وعلى طول بتتحرك وتتصرف زي الإنسان الآلي، ملهاش أي ردود فعل ولا مشاعر ولا بتضحك أو تبكي حتى. في الوقت ده كان تشولان بيتقاتل مع شيا يان علشان مش عاوز إنه يخضع لأبوها وينضم ليهم، فبتضربه ضربة قوية تخليه يكسر الحيطة. واكتشف ساعتها إن قوتها هي الانتقال اللحظي، تقدر تفتح بوابات سحرية وتضربه منها وهي واقفة مكانها. جاي بقى حارس شانج هاو بيتصدى لباو باو وبيحاول إنه يوقفها وبيهاجمها بقوته الخارقة وبيخلي الدنيا تلف بيها مش في وعيها. بس باو باو مرة واحدة بتضرب راسها في الأرض وتستعيد تركيزها وقوتها وتهاجمه بقوة. الغريب إنها ما كانش بتحاول تقتله ولا استخدمت أي سلاح من أسلحتها، لأنها كانت جاية في مهمة محددة وهي إنها تقابل تشولان وبس. وجاي بيقدر يجرحها بالرمح الخفي اللي كان بيهاجمها بيه. وبعد ما تشولان كان شبع ضرب من شيا يان بيتراهن معاها إنه لو اتفادى ضرباتها هتسيبه يخرج من سكاته وبلاش قتال. فعلا بيقف ثابت مكانه وهي بتضربه من خلال البوابات السحرية، بس بتتصدم لما بتلاقيه بيتفادى ضرباتها بالمهارة دي. ومرة واحدة بتضربه على راسه ضربة بتخليه يخترق الفندق لغاية ما بينزل للدور اللي فيه باو باو. ساعتها بيتفاجئ بباو باو إنها جاية تعتذر له، وما كانش مصدق نفسه لأنها طول الوقت كانت بتضربه وبتهينه. إنما المرة دي قتلت واتجرحت علشان توصل له وتخليه يسامحها، فبيحس بأهميته عندها. وقتها شانج هاو بيستخدم قوته الخارقة في استحضار الروح الشريرة المطلقة في العالم وبيهدده بيها علشان ينضم له. بس تشولان بيقول له إنه سبق ومضى عقد مع المنظمة التانية. وفجأة بيقوم جيا ويرمي رماح التنين اللي بيقاتل بيها باو باو بيخترقوا جسمها وبتقع على الأرض بين الحياة والموت. ساعتها بيتصدم تشولان إنها ما اتحركتش من مكانها واتفادت الضربة، فبتقول له إنه أمرها تقف مكانها وما تتحركش وهي نفذت كلامه. وشانج هاو بيعاقب جيا علشان غدر بيها وضربها في الوقت اللي كانت مش بتهاجمه فيه ومش عاوزة تقتله ولا تأذيه أصلا. وشوية بيوصل شو سي وشو سان بياخدوا باو باو وبيخرجوا من الفندق علشان يلحقوا يعالجوها.
وبعدها بيتفاجئ تشولان انها بتتمتع بقوة الشفاء الذاتي لما بيلاقيها فاقت مرة واحدة اول ما شمت ريحة الاكل. ومن تاني يوم بيرجعوا البيت في الجبل وبيتدرب تشولان بقوة مع باو باو لغاية ما قوته بتتضاعف. وقبل المسابقة بكام يوم كان وانج ياي قرر انه يشارك في المسابقة لما بيشوف النبوءة تاني، وتشولان هو اللي كان فيها وبيدخل بوابة العاصفة. وفي الجبل كان مجموعة من الأقوياء الثمانية الأسطوريين متجمعين، وبيتفق معاهم الزعيم لو إن اللي هيفوز في المسابقة هو اللي هيتكافئ بالطلسم السحري اللانهائي، وبحركة واحدة من إيده بيدمر السقف ويخليه يتبخر لما بيعمل الطلسم ده. في الوقت اللي كانت طائفة الأشرار بقيادة شاو قو بتخطط مؤامرة جديدة وبتسيطر على 2 إخوات المفروض إن واحد منهم هيشارك في المسابقة، بتخدعه هو واللي معاه من خلال السيطرة عليهم بالرغبات الدنيوية وحب الثروة لغاية ما بيخلوا واحد منهم يهاجم أخوه لغاية ما كان هيقتله. ساعتها الأخ الأصغر لما بيلاقي نفسه هيموت بيمضي عقد الدم مع واحد من الأشرار علشان ينقل له طاقة لتشي ويخليه أقوى من أخوه. وبعد كده الميزان بيتقلب وهو اللي بيقتل أخوه، ولما بيفوق بعدها من سيطرتهم عليه بيتصدم بموت أخوه، بس مفيش حاجة يقدر يعملها دلوقتي خلاص. في المطار بقى كانت باو باو أول ما بتيجي لمرحلة التفتيش بيتفاجئوا إن معاها كمية أسلحة غير عادية. الأغرب إنها كانت كلها مستخبية في جيوبها وما كانش باين عليها أبدا إن معاها أي حاجة، لأنه بيقبضوا عليها وفين وفين لما شو سي بيعرف يحل الموضوع. ولما بيوصلوا الجبل وانج هو تشولان بيعجبه جدا المكان والمناظر الطبيعية، وبيقابل وانج ياي بالصدفة. ولما بيعرف إنه عاوز يقابل المعلم الأكبر وانج ياي بياخده معاه علشان يقابله ويقول له إن الموضوع مفيش أسهل منه. فعلا بيروح يقابل المعلم الأكبر اللي كان في الاحتفال وبيرحب بالمتسابقين اللي جايين من آخر الدنيا علشان مسابقة الفنون القتالية الأكبر في التاريخ. وبتفاجئ تشولان ان المعلم الاكبر كان صديق مقرب لجده، حتى ان بيشبهه كتير ما عدا حواجبه طبعا. ولما تشولان بيقعد مع المعلم الاكبر بيساله عن جده والقوه اللي الكل عاوز يستحوذ عليها دي والاسرار اللي وراها ايه. المعلم الاكبر بيرفض يقول له اي حاجه وبيقول له ان لو عاوز يعرف الحقيقه كلها لازم يفوز بالمسابقه ويبقى هو البطل. بس تشولان كان خايف جدا لان المسابقه فيها 120 متسابق كلهم من اول مقاتلين وبيتمتعوا بقوه خارقه غير طبيعيه، وهو اصلا ما بيحبش القتال. بعدها كان لازم ينتقل لعالم الغرباء السري اللي ورا الجبل اللي هتكون فيه المسابقة. كل ده كان عادي لغاية ما تشولان بيشوف ان بوابة عالم الغرباء موجودة قصاد منه في الجبل التاني، ومفيش جسر بين الجبلين علشان يعدي ولا طيارة ولا اي حاجة غير هي سلاسل ضخمة بتربط بين الجبلين. الكل كانوا بينتقلوا للناحية التانية باستخدام قواهم الخارقة، اللي بيطير واللي بينط مسافة كبيرة، ولينو بيمشي بكل ثبات على سلسلة كأنه ماشي على الأرض. حتى كان في بنت صغيرة بتطير وبتنتقل للناحية التانية وهو واقف مش عارف يعمل ايه، وعلشان يعدي بأمان بيستخبى في شنطة وسط الشنط اللي هينقلوها، بس الحراس بيكشفوه وبيخرجوه منها. ساعتها باو باو بترميه ناحية الجبل وبيتعلق في السلسلة وبيفضل متعلق كده لآخر اليوم على ما يوصل الناحية التانية. ساعتها ما كانش قادر يقف على رجليه من شدة تعب وخوفه من انه يقع من الارتفاع ده كله. بتبدأ بعد شوية المسابقة بانهم بيقسموا المتسابقين لمجموعات، وتشولان ما كانش حد عارفه شخصيا، بس اللي بيشوفه بيستقل بيه لانه مش باين عليه القوة دي ابدا. كل مباراة كانت عبارة عن قتال بين 4، اللي بيفوز بيتأهل للي بعد كده. واول مباراة كانت بين باو باو و3 اصحاب، وبيتفاجئوا اول ما بيشوفوها انها كانت اتغلبت عليهم من فترة وحبستهم في حاوية ورمتهم في المحيط، فالتلاتة بينسحبوا مش بيقتلوها لانهم عارفين قوتها. بعدها كان جيا اللي بيقاتل منافسيه باستخدام قوة التحريك عن بعد، كان واقف يتكلم في التليفون ويتحكم في السكاكين والرماح اللي بيملكها وبيهاجم منافسيه لغاية ما بيتغلب عليهم وهو اللي بيفوز. اما وانج ياي فبيتغلب على منافسه الضخم من غير حتى ما يتحرك من مكانه، وبيضربه ضربة واحدة يكسر له عموده الفقري ويقع على الارض ما يتحركش. ولما بيجي الدور على تشولان بيدخل الساحة وهو متنكر وعامل فيها الرجل الغامض وهيموت من الرعب من جواه، وكان متفق اصلا مع واحد صاحبه بيخليه يتحكم في الجو. واول ما تشولان بيدخل ويتكلم وبيهدد الناس، السماء بيتغيم وبيسمعوا صوت البرق والرعد، وبيقنع اللي حواليه ان مفيش حد منهم يستاهل انه يستخدم ضده تعويذ التالية تشي. هو في الاصل كان بيخدعهم علشان يخليهم يتقاتلوا ما بينهم علشان اقوى واحد فيهم هو اللي يستاهل ويفوز بشرف مواجهته. ساعتها التلاتة بيتقاتلوا لغايه ما واحد منهم بيفوز، وتشولان بيخضع له المره التانية وبيقول له انه مش هيقاتله وهو ضعيف كده، والاحسن انه يقعد يتامل ويجمع طاقه تشي جديده علشان يبقى قوي. في اللحظة دي بيقرب منه بهدوء وبيغطيه بالعباية بتاعته وبينزل فيه ضرب لغاية ما هو اللي بيفوز. ساعتها الكل بيتريق عليه علشان اسلوبه الغريب في القتال وانه مش بيقاتل بشرف وبيخدع اللي حواليه، بس تشولان مش بيهتم بكل ده طالما انه مش مضطر للقتال وفاز خلاص من غير ما يتعب نفسه. في كل الحكاية تشغيل عقل. بالليل كانت باو باو خطفت المنافس التاني لتشولان وكتفته علشان تدفنه حي وتضمن لتشولان الفوز لان الشخص ده كان قوي جدا. بس تشولان مش بتعجبه الخطة دي وانه يأذي حد، وبيبدأ انه يفكه ويحرره وهو بيقول له انه مش كل حاجة ينفع تتحل بالقتال، لانه كان عاوز يهاجم باو باو وتشولان بعده عنها في اخر لحظة، وفجأة باو باو بتضربه على راسه يغمى عليه. باو باو كانت بتعمل كده بقى علشان تضمن ان تشولان هو اللي يفوز،
لأنها عارفة إن ملوش في القتال والحركات دي. ده غير إن كل المشاركين في المسابقة بيتمتعوا بقوة خارقة ما حصلتش، ده غير إنهم لو اتجمعوا عليه هيقتلوه. المهم إن الصبح تشولان بيدخل حلبة المسابقة وهو واثق في نفسه، زي ما يكون عارف إنه كسبان كسبان، ومش بيهتم إن كل المتواجدين بيشتموه بيهنوه علشان اللي عمله في المباراة اللي فاتت، وإنه خدع منافسيه وغدر بيهم. بس الحرب خدعة يا جماعة. وكان من ضمن الحكماء العشرة واحد اسمه لوسي، كان بيتفرج عليه باستهزاء وبيقول ده اللي رئيس الطائفة عاوزه يفوز بالمسابقة ويبرز قوته العظمى. وبنرجع فلاش باك 10 ساعات لليلة اللي فاتت، وبنشوف إن باو باو كانت خطفت منافس تشولان وكتفته وهتدفنه حي، بس تشولان بيمنعها في آخر لحظة بعد ما بيقنعها إنها تسيبه وتديله الفرصة إنه يواجهه دلوقتي، ولو ما تغلبش عليه تبقى تساعده بالطريقة اللي تعجبها. وفعلا تشولان بيتقاتل مع شاو وبيتغلب عليه، لأن قوة ليتشي الخاصة بيه ما كانتش مستقرة، لأنه بيستخدم قوة من كتاب التعاويذ، ومع الوقت بتستهلك طاقته بتخليه سهل التغلب عليه. ساعتها تشاو بيستسلم وبيمشي وهو بيهنئ تشولان على صعوده للدور 16 في المسابقة من غير ما يجبره ولا أي حاجة. كل اللي تشولان عمله إنه بيبين له نقط ضعفه وإزاي يقوي نفسه بعد كده. الصبح في المسابقة بيتم إعلان فوز تشولان لعدم ظهور منافسه لينو بقى، وواحد في الفنون القتالية في المسابقة. كان كل ما يدخل مباراة بيفوز بيها بسرعة جدا، لأنه بيستخدم تعويذ التألق الذهب والبرق الأسود. حرفيا بيشوي المنافس بتاعه بالبرق الأسود اللي كل ما يضربه يقوم يقف تاني ومش عاوز يستسلم. بعد كده بقى بيجي الدور على هو شينج اللي طائفة الأشرار سيطروا عليه وحولوه لوحش بيتغذى على طاقة ليتشي وبيمتصها من الناس والمتسابقين اللي بيواجههم، وبيستخدم قوته الشريرة في إنه يفوز في المسابقة وبيمتص قوة كل اللي واجهه من غير ما حد ياخد باله. بالليل كان هو شينج فقد السيطرة على نفسه وعلى جوعه للقوة، وبيهجم على كايلي وبيمتص كل طاقته لغاية ما بيموت. في الوقت اللي كان ليانج قدر يعيد ترتيب آخر ذكرى لشيلين، وبيشوف آخر حد شيلين شافه وده بيكون القاتل، وبيفرح جدا لأن المعلومة اللي عرفها هتغير موازين المسابقة وهتسبب فوضى في الجبل. ولما كان المدير تشانج قاعد بيتفرج على التلفزيون، الإرسال بيتعطل وبيظهر شبح في التلفزيون بينادي عليه ويقول له يا قاتل شيلين. فتشانج بيترعب وبيرمي التلفزيون بسكينة يكسره، وليانج علشان ينفذ خطته بيروح لواحد من رجالته اسمه يو هاودو، واللي بيتمتع بقوة خارقة وبيقدر يغير ملامحه وشكله ويتنكر في هيئة أي حد يشوفه. وتاني يوم كان تشولان رايح يتفرج على المباراة الجديدة لما بيفاجئوا حراس المعلم لوسي والمعلم ليو وبياخدوه علشان يقابلهم، وبيتفاجئ تشولان انهم بيطالبوه انه يسلمهم قوة تشي. وكوانج كان هيستخدم قوة روح الحمس عليه علشان يعرف الأسرار لأن قالها له جده، بس تشولان بيمنعه وبيفتكر إن ليانج يبقى أخوه الصغير لأنه بيمتلك نفس القوة ونفس روح الحمس. بس كوانج بيقول له إن ليانج دخيل وسرق القوة، ده غير إنه قتل أخته الصغيرة. ساعتها كان باو باو بتدور على تشولان بعد ما حست إنه مختفي، وبتوصل في الوقت المناسب وبتتغلب على الحراس وتقتحم المكان. واول ما لوسي وليو بيشوفوها بيتصدموا زي ما يكونوا عارفينها من قبل كده. ولما تشولان ما كانش عاوز مشاكل بيوافق ان كونج يختبره ويستخدم عليه روح الحمس علشان يتاكد بنفسه انه ما يعرفش حاجه عن تقليد تشي اللي واجعين دماغه بيها. وفعلا بيطلع ان تشولان ما يعرفش عنها اي حاجه، ولا جده قال له عليها حاجه ولا نقلها له. في الوقت ده كان هو شينج فقد السيطره على نفسه وبيدور على اي حد يمتص قوته والا طائفه الاشرار هيقتلوه. بس ساعتها كانت المباراه بتاعته هتبدا وبينادوا على اسمه، فبيجري على الحلبة وهناك بيتقاتل مع بنت قوية جدا وبيهجم عليها مرة واحدة ويمتص كل طاقتها. الحكام لما بيلاقوه بالوحشية دي واللي بيعملوا ده ممنوع في المسابقة، وانج ياي وواحد تاني بينزلوا بسرعة علشان يساعدوا البنت ويبعدوه عنها. لما بيعملوا درع من الطاقة بيحبسوه جواه لغاية ما بيتم السيطرة عليه. وبعدها باو باو كانت هي اللي هتقاتل وانج أرغو اللي بيمتلك قوة العاطفة النارية، وكان بيقدر انه يسيطر على عواطف اللي قدامه ومشاعره لغاية ما بيتحكم فيه زي العروسة بالظبط. ولما بيستخدم قوته دي ضد باو باو بيتفاجئ انها مش متأثرة بيها وبتضربه لكمة طياره في اخر الحلبة. في الوقت ده كانت تشولان جات له رسالة من ليانج بيقول له انه عارف مين اللي قتل جده، ولو عاوز يعرف يقابله ورا الجبل وهو هيقول له كل حاجة. وانج أرو كان مستغرب ازاي بنت في العشرينات عقلها قوي من اكبر معلم بقاله سنين بيتأمل وبيمارس الفنون القتالية علشان يوصل لمرحلة الثبات والتحكم في مشاعره وحواسه. ساعتها وانجو أرغو بيستخدم حيلة تانية علشان يعرف نوع طاقة ليتشي اللي بيتمتع بيها باو باو، وبيتفاجئ ان ليتشي بتاعها شفاف عديم اللون، وده اللي بيخليها غريبة ومش بتتأثر ولا عندها مشاعر. ولما بتهجم عليه تاني بيستسلم. في الوقت اللي كان تشولان قابل ليانج اللي بيديله آخر ذكرى لجده، هو بيعرف تشولان ان باو باو هي اللي قتلته. ساعتها من صدمته دموعه بتنزل من غير ما يحس ومش بيعرف ينطق ولا كلمة. باو باو اللي من يوم ما عرفها وهي جنبه بتحميه هي نفسها اللي قتلت جده، وشكلها زي ما هو ما اتغيرش، مع ان جده لما مات كان تشولان عنده 10 سنين، يعني الكلام ده بقاله اكتر من 14 سنة. فازاي باو باو شكلها ما اتغيرش على مر السنين دي؟ ولما بيفكر ان دي خدعة من ليانج علشان يوقع بينهم وخلاص،
ليانج بيقول له يروح يتأكد بنفسه ويشوف إذا كان حقيقة ولا خدعة. ساعتها تشولان بيرجع بسرعة يدور على باو باو في الوقت اللي كان المدير تشانج قبض على هو شينج وبيحقق معاه، وبيكتشف إن يبقى أخو هو شينج وإن هو شينج الحقيقي اتقتل. في اللحظة دي بينهار وبيقول إن طائفة المتعة الشريرة هم اللي عملوا فيه كده وقتلوا أخوه. وفجأة طاقة لتشي بتتسحب منه وبيموت علشان ما نفذش العقد اللي مع المتعة الشريرة. ولما تشولان بيوصل للحلبة وهو بيدور على باو باو، وانج أرغو بيسأله إيه علاقته بباو باو، وبيقولوا إن في فترة كان بيسافر حوالين العالم علشان يختبر قوته ويجمع طاقة شي خاصة بيه. وفي مرة كان في بلد معينة كانوا فيها بيعاقبوا المجرمين بإنهم بيجردوهم من المادة البيضاء للطاقة في الفص الجبهي من دماغهم. ولما ده بيحصل الشخص بينسى هو مين وعمل إيه، وطاقة التشي بتاعتهم بتتحول لتشي عديم اللون وشفاف زي باو باو كده بالظبط، لأنهم بالعملية دي بيقضوا على روحهم البدائية وكرامتهم ومشاعرهم ومعنى إن يكون إنسان من الأساس. ساعتها تشولان كان مصدوم إن باو باو في الحالة دي دلوقتي. ولما بيروح يقابل المدير تشانج وتشانج بيسأله لو كان أي حد من المتعة الشريرة تواصل معاه ولا حاجة، تشولان بيقول له إن واحد منهم بعت له رسالة. ولما بيجي يوريها له بنتفاجئ إنه طعن تشانج في صدره طعنات متتالية. بنتفاجئ إن ده مش تشولان الحقيقي، لأن تشولان كان جاي لسه مع شو سان ورايح يقابل تشانج، وده بيكون يو وادو من المتعة الشريرة اللي بيعرف يتنكر في هيئة أي حد مهما كان، ودي المهمة اللي ليانج كان عاوز ينفذها. المهم إن تشولان بيشوف نسخته المزيفة وبيطارده في الشوارع، وشو سان بيحاول يسعب تشانج، وتشولان أخيرا بيقدر إنه يقبض على يو وادو. ولما تشولان بيرجع يطمن على تشانج وبيلاقي باو باو بيسألها لو كانت فعلا قتلت جده، هي بتفاجئه وبتقول إنها فعلا قتلته. ساعتها تشولان بيتوهج نار وكان هيدمر الكل، بس تشانج بيهديه وبيبدأ يحكي له الحقيقة من البداية، وبيقول إن أول مرة قابل فيها باو باو كان في عام جياشن بعد الكارثة. وقتها كانت باو باو ماشية في طريق قريب من القرية بعد ما خرجت من نفق القطر بعد الكارثة ما حصلت، وكان باين من لبسها وهيئتها إنها من عيلة غنية. في الوقت ده بقى اتنين هاجموها وهي كانت في حالة غريبة زي الإنسان الآلي اللي ذاكرته بيضة لسه، لا كانت بتزعل ولا بتفرح ولا عارفة تدافع عن نفسها ولا عارفة صح من غلط. ساعتها والد تشانج وأمه بيشوفوها في خطر وبيجروا عليها ينقذوها وبياخدوها على بيتهم علشان ترتاح وتكون في أمان لغاية ما يلاقوا عيلتها. وبعد فترة كان والد تشانج زهق من وجودها وإنها عبء عليهم ومش عارفين يلاقوا عيلتها أو يعرفوا حتى هي مين. وبعد ما كان ناوي إنه يسلمها للشرطة وتدخل دار أيتام، بيتفاجئوا إنها بتعرف تستخدم الفاس وبتكسر لهم الخشب بسهولة جدا، يعني بضربة واحدة كانت بتكسر أي شجرة. فبيغيروا رأيهم وبيخلوها معاهم علشان تساعدهم في الشغل. وفي يوم كانوا عند النهر ووالدة تشانج كانت بتتكلم مع باو باو بتحاول تعرف منها أي معلومة. بتتفاجئ لما باو باو بتكتب اسمها على الأرض، يحاولوا يفكروها بماضيها وتقول لهم على أي حاجة من حكايتها. لحظتها باو باو بتحس بصداع مؤلم جدا وبتقع على الأرض في حالة صعبة، وشو بيجري على القرية يجيب الطبيب علشان يساعدها. بس لما بيرجع بيلاقوها قاعدة مكانها زي التمثال بتتأمل وبتزرع طاقة تشي، وكان حواليها هالة من الطاقة غريبة. ساعتها الطبيب بيقول لهم يخلوا الموضوع ده سر علشان يحموها وما يكونش فيه خطر عليها لو الناس عرفوا انها من الصوفيين او معلمين الفنون القتالية. ومن بعدها وتشانج بيخليها تعلمه يعمل زيها وينام بطاقة التشي بتاعته. وبتمر 5 سنين كانت باو باو فيهم بنفس الحقيقة، ما اتغيرتش فيها اي حاجة، زي ما هي ما كبرتش يوم واحد. وده بيلفت نظر الناس وبيستغربوا لوضعها. وطول السنين دي كانت حياتهم ماشية حلوة جدا وكانوا عايشين عيشة حلوة وبسعادة، لغاية ما في يوم بتهجم عصابة من قطاع الطرق على القرية وبيسرقوا كل الناس وكانوا هيخطفوا باو باو. ساعتها شو بيجري يدافع عنها ويترجاهم يسيبوها بس بيقتلوه. ووالدة تشانج بتنهار وبتبكي، وده بيخلي باو باو لأول مرة تحس بالألم والحزن وبتسألها تعمل ايه علشان تشوف ضحكتها تاني. والدة تشانج بتقولها انها عاوزة كل العصابة تموت علشان قتلوا جوزها. فجأة باو باو زي ما تكون اتحولت وبتهجم على العصابة بكل ثبات وقلب بارد وبتقتلهم كلهم واحد واحد في دقيقتين 2 بس. وبعد اللي حصل من باو باو ده أهل القرية خافوا منها وطردوا تشانج وأمه خوفا من إن باقي العصابة يرجعوا ويقلبوا الدنيا عليهم. وعشان باو باو كانت مرتبطة بيهم وما تعرفش غيرهم، والدة تشانج بتخدعها وبتخليها تستنى في البيت لغاية ما هي وتشانج يروحوا المدينة ويجوا، وبيسيبوا باو باو وبيمشوا وهي بتفضل مستنية مكانها في البيت مش بتتحرك سنين لغاية ما البيت بيتهد من حواليها وهي زي ما يكون ما كبرتش ولا يوم. وبعد أكتر من 30 سنة تشانج كان رجع بيته القديم يدور عليها، فاكرها لسه مستنياه هناك بس مش بيلاقيها، وبيقضي سنين يدور عليها وينتقل من مدينة للتانية وهو بيتمنى فعلا إنه يقابلها ومعاه الصورة الوحيدة ليها وهي صغيرة. وفي يوم بيشوفها في السوق بتسرق الأكل من المطاعم، وبنعرف إنها كانت بتسرقه علشان الأطفال المشردين بس هي اللي بتاكله منهم لما بيقولوا لها تاكل هي الأول احتراما ليهم. ولما بترجع تجيب أكل تاني واحدة بتوقفها وبتقول لها إنها توصلها لعيلتها، وكانت بتخدعها علشان تبيعها لعصابة بيع الأعضاء.
باو باو بتصدقها انها توصلها لعيلتها وبتمشي معاها بكل طواعية، ويوم ما بتسلمها للعصابة وبيجوا يخدروها علشان ينقلوها مكان تاني، الراجل بيتصدم لما بيلاقيها مش بتتأثر بالمخدر اللي بيحقنها بيه، وبيضطر يحقنها بأكتر من 10 جرعات وهي واقفة ما اتأثرتش بأي حاجة. ساعتها بيخلي عصابته ينزلوا فيها ضرب وياخدوها على المخزن لغاية ما يجي ميعاد تسليمها، في نفس الوقت اللي كان تشانج بيدور عليها وعرف انها عند عصابة التجارة في الأعضاء، وبيعمل انه زبون وبيتفق مع زعيم العصابة يدفع له الفلوس علشان يشوفها. ومن وقتها وتشانج أخدها معاه واشتغلوا في المنظمة سوا سنين طويلة بعيدة عن الشرطة، وإنه لما حاول يحقق ويوصل لأصلها وعيلتها الحقيقية بيعرف إن ليها علاقة بكارثة عام جياشي، وكانت هي وشيلين الباقيين من الكارثة اللي كانوا على علاقة بيها. وشيلين طول السنين اللي فاتت من بعد الكارثة عرف يستخبى كويس ومحدش يوصله، بس من 12 سنة بدأ يظهر، وتشانج بقى بيتابع تحركاته وسلوكه الغير عادي. وفي ليلة بيعرف إن عدد من المعلمين الكبار المعروفين من العشائر ال10 اتجمعوا في السر. الغريب إن عدد منهم ماتوا على ما تشانج وصل لمكان تجمعهم في الغابة، ومش هم بس، ده عدد كبير من الجثث كانت على طول الطريق، لغاية ما بيلاقوا شيلين بيتقاتل مع يانج لي زعيم عشيرة سان تشوان تانج، وبيسمعوا هو بيقول لشيلين إن لو ما كانش هيعرف ياخد تالية تشي هيقتله معاها. وقتها كان شيلين مصاب بإصابات خطيرة وبيحس بوجود تشانج وباو باو، وبينادي عليهم يخرجوا، وبيتصدم لما بيشوف باو باو اللي بيطلع عارفها، وبيتفاجئ إنها لسه على حالها من 50 سنة ما كبرتش ولا يوم. ولما باو باو بتلاقيه عارفها بتطلب منه يدلها على عيلتها، بس شيلين بيقول لها انه عارف الحقيقه كلها بس مفيش قدامه وقت يحكي لها، وبيقول لها تحمد شولان وتخليها معاه علشان توصل لاصلها الحقيقي. بيطلب منهم ليلتها انهم يوصلوا البيت علشان يشوفوا شولان للمره الاخيره لانه وعده انه هيرجع. ولما بيوصلوا عند البيت بينقل لها طاقه التشي بتاعته، بيطلب منها انها تنقلها لتشولان لما يجي الوقت المناسب، وكان وقتها بيتألم من شده اصاباته، بترجى باو باو انها تقتله وترحمه من الالم. واخر حاجه بيقول لها انه ندمان انه ركب القطر في السنه دي، انه لو ما كانش ركب القطر في سنه جياشين كانت حاجات كتيره اتغيرت، وبيعترف ان هو اللي تسبب في الكارثه. ومن بعدها على مدار اكتر من 10 سنين كانت باو باو بتحمي شولان من بعيد وما غابش عنها ولا ساعه واحده. وتشانج بيكمل كلامه لتشولان وبيقول له ان المسابقه خطوه هتوصلهم لمعرفه حقيقه باو باو، وعلشان كده لازم يفوز. بعدها تشولان بيقابل المعلمين الكبار وبيعرف منهم اللي جده كان متحمله علشان يحميه طول السنين دي، واللي كان بيحاول يبعده ويحميه من المتعة الشريرة بعد ما عملوا انقلاب في عالم الفنون القتالية وعالم الغرباء. وعلشان يوصلوا لمكانه خطفوا المعلم الأكبر وعذبوه وقطعوا له أطرافه الأربعة عقابا له علشان ما وافقش إنه يساعدهم، وبكده يحرموه من إنه يمارس التأمل أو الفنون القتالية مدى حياته. بس المعلم قدر إنه يستغل حالته وبيمارس لتشيز ساكن لغاية ما وصل لأعلى مستوى في الطاقة والتحكم في قوة الين واليانج، ولما بيقولوا إنهم بيعتبروه حفيده موانج. وفي الوقت ده باو باو كانت واقفة سامعة، ومرة واحدة بيظهر حواليها هالة من الطاقة بتتغير وبتخرج وهي حزينة ومتضايقة لسبب ما، واللي بيجي يقرب لها بتضربه، حتى شولان وهو بيوقفها بتضربه من غير ما تعرف إن هو اللي وراها. بعدها بيكملوا المسابقة وتشولان بيستخدم قوة البرق في إنه يصيب منافسه بقوة، وده بيخلي تانج وون لونج يستحضر قوته الشريرة من السموم، وكان فاكر إنه كده هيتغلب على تشولان، بس تشولان بيفاجئه وبيحاصره بصواعق البرق وبيقيدوا بيها لغاية ما بيتكهرب وبيقع على الأرض فاقد الوعي. ساعتها بقى الكل بيتفاجئوا بالنسخة الجديدة من تشولان اللي كان قبل كده بيستخدم الحيلة والغدر في إنه يهزم منافسينه ويخليهم ينسحبوا، ودلوقتي بتبان قوته الحقيقية اللي كان مخبيها طول السنين دي. في المباراة التانية كانت لينو في مواجهة تلميذة المعلم لو، وبيضربها واحدة من البرق الأسود بيوقعها على الأرض حتى قبل ما تعمل حركة واحدة. ساعتها لو بيطارد المعلم زيو عاوز ينتقم منه في المقابل علشان تلميذه أذى بنته بالشكل ده. وبالليل كانوا شباب المسابقة بيحتفلوا مع بعض لما بيخلوا تشولان يوريهم قدرته الحقيقية وتعويذ التألق الذهب، وفعلا تشولان مرة واحدة بيتوهج زي النار وموجة من الطاقة الذهبية بتغطي المكان كله، والكل مصدومين انه بالقوة دي فعلا. والصبح كان الكل بيتريقوا على تشولان علشان كان عامل فيها نزيه وعمال يتباهى بالنيران الذهبية ويدمر في الأشجار. ولما بتبدأ مباراة باو باو الجديدة منافسها بيحاول انه يتغلب عليها بقوة الموجات الصوتية اللي ممكن تقتل أي حد في طريقها، بس باو باو كالعادة مش بتتأثر وهو كان متفاجئ. ساعتها باو باو لما بتلاقيه بيهاجمها باستمرار بتفاجئه برصاصات متتالية من قوة لتشي، بس الغريب انه مش بتأثر بيها وبيهاجمها من جديد. ساعتها باو باو بتقعد على الأرض علشان تفاجئه، ومرة واحدة بتهجم عليه وبتقفل بقه وبتخلي الضربة تنعكس على جسمه من جوه. في اللحظة دي بيتصاب وبيفقد روحه البدائية وكل طاقة لتشي، فباو باو بتمتصها بس كانت كتيرة جدا عليها وبتتسبب في انها بتنتفخ زي البالونة وبتطير في الهواء. ساعتها وانج ياي بيتدخل هو وتشوجي ويعملوا حواليها درع من الطاقة على ما وانج ياي بيسيطر على طاقة لتشي دي ويرجعها لصاحبها تاني، وباو باو هي اللي بتفوز المرة دي. بعدها وانج ياي وتشوجي بيتواجهوا في مباراة هما كمان بما انهم كانوا في الحلبة. ساعتها بتقوم بينهم معركة أسطورية كان تشوجي المسيطر فيها بيتحكم في العناصر الخمسة
وبيهاجم وانج ياي بكرة عملاقة من المية، ووانج ياي ما كانش عارف يهرب منها لأنها كانت بتطارده، وكمان بيتحكم في صخور الأرض وبيرميه برماح صخرية ضخمة بتحبسه تحتها، ولولا إنه بيتمتع بالقوة دي كان هيتهرس تحتها. ولما وانج ياي بيجيب آخره وخلاص بيستخدم قوته الروحية وبيتحكم هو كمان في صخور الأرض وبيعمل وحش عملاق بيهاجم بيه تشوجي. ساعتها تشوجي بيهاجمه بتعويذة النار، بس وانج ياي بيتفادى النيران دي وبيعمل شجر، كل ما النار بتصيبها كل ما بتكبر أكتر لغاية ما بتبقى عملاقة. الكل كان متفاجئ إنه بيتحكم في العناصر الخمسة بكل بساطة، وكمان كان عنده قدرة الانتقال الآني وبيسيب تشوجي في آخر لحظة قبل هجمته الأخيرة وبيتغلب عليه. ولما تشوجي بيسأله عن قوته وإزاي قدروا إنه يتفادى كل ضرباته، وانج ياي بيضرب برجله الأرض وبيظهر التعويذة اللي عملها، وبيعرفوا إنه بيتحكم في الوقت وده بيخليه يتحكم في حركة أي حاجة، وبكده وانج ياي هو اللي بيفوز. بعدها كانت شايان في مواجهة جايا زينج اللي كان 24 ساعة بيتكلم في التليفون مع والدته، وشايان لما بتلاقيه مش محترمها وهم داخلين على المباراة بتكسر له التليفون وبتهجم عليه باستخدام قوتها الخارقة في فتح بوابات الفراغ وبتهاجمه منها على سهوة. وجيا زينج ما كانش عارف يصد ضرباتها بس مش بيستسلم بسهولة وبيكمل قتاله معاها للنهاية مع انها ضربته بقوة وكان هيموت. ولما بيهاجمها بالخناجر بتاعته بتعكسهم عليه من خلال بوابة الفضاء الكوني، وبدل ما يسيبوها هي بينتقلوا وبينعكسوا عليه. ساعتها الاتنين بيقعوا على الأرض متصابين وفين وفين على ما شايان بتعرف تتحرك من مكانها، وبكده كانت هي الفايزة. في الوقت اللي كانت باو باو بتطارد وانج ياي علشان تدفنه حي وتمنعه من الظهور في مباراته بكرة ضد تشولان علشان تضمن لتشولان الفوز. وعلى ما بيفوق من الضربة اللي أخدها على راسه بيلاقيها حفرت له حفرة وبتجهزها له. ساعتها بيستخدم قوته الخارقة وبيختفي تحت الأرض لغاية ما بيتمكن منها وبيدفنها هي في الحفرة اللي حفرتها له. بس باو باو أقوى من كده، بحركة واحدة كانت دمرت الأرض وخرجت طايرة وبتطرده في الغابة. وساعتها بيستخدم تعويذة الوهم علشان يشتتها، بس هي مش بتأثر بالتعويذة دي وكانت وراه وبتفضل المطاردة لتاني يوم الصبح. وكانت المباراة بدأت وانج ياي بيوصل في آخر لحظة قبل ما يعلن تشولان الفايز علشان هو محضرش. وساعتها وانج ياي بيطلب انهم يجيبوا له اكل قبل ما يبدا علشان ما عندوش طاقه للقتال بعد مطارده باو باو طول الليل له. ساعتها بيتراهن مع تشولان على ان اللي هيخلص اكله الاول هو اللي هيفوز من غير قتال ولا حاجه، وبيتكلم معاه وقتها وبينصحه انه يتخلى عن المسابقه علشان الكارثه ما تتكررش. بس تشولان بيرفض وبيقول له انه يتحمل نتيجه اختياراته مهما كانت وبياكل كل الاكل بتاعه. وبنعرف ان تشولان قرر انه يكمل المسابقه للنهايه علشان خاطر باو باو، لان دي الطريقه الوحيده اللي هتخليه يعرف الحقيقه من المعلمين الكبار ويوصلها لعيلتها الحقيقيه. بعدها وانج ياي بيمشي من الجبل بعد ما أدى مهمته لأنه كان جاي أصلا علشان يقابل تيولان بخصوص النبوءة. وتاني يوم كانت باو باو في مواجهة شايان، بس والد شايان بيمنعها من إنها تقتلها علشان خايف عليها بما إنها لسه مصابة. بعدها كان أخوها شينج وينج في مواجهة وانج بينج، والاتنين كانوا أقوى من بعض وبيستخدموا قوة استحضار الأرواح المتحجرة. وانج بيتفاجئ من قدرة بينج على السيطرة على الأرواح وإنه كان هيسيطر على الروح اللي هو كان بيتحكم فيها أصلا، فبيضطر يحرر روح الدمار اللي كان بيستخدمها ضده علشان ما يخليهوش يسيطر عليها ويبقى هو القوي. وساعتها بيستحضر روح الجد الشافية وبيدمجها في جسمه علشان يعيد توزيع نقاط طاقة لتشي ويعرف يكمل مواجهة بينج. بس وانج كان من شدة ألمه بقى بينزف من عينيه. ساعتها بينج بيهجم عليه وبيفصل عنه روح الجد وبيسيطر عليها هو، بس وينج في آخر لحظة بيحرر روح الجد وبيخليه يتلاشى ولا إنه يسيبه لبينج يتحكم فيه. في الوقت ده المعلم لوسي بيفاجئ والد وينج إن اللي علم عشيرته قوة استحضار الأرواح المتحجرة كان الجد فو يانج، وإنه خان عيلته لما سرب السر الكبير ده وخلى عشيرة تانية تمتلك قوتهم، والسبب في ده إنهم كانوا قبضوا عليه زمان، ولما بيهددوه بالقتل بيقول لهم على كل الأسرار اللي كانوا عايزين يعرفوها. ساعتها والد وينج بيترجى لوسي إنه يخلي الموضوع سر علشان تاريخ عيلته وأمان ولاده في المستقبل. وفي المباراة قبل النهائية كانت تشولان في مواجهة باو باو اللي بتمثل إنها اتصابت في قتال أي كلام، وده علشان تخلي تشولان يوصل للمباراة النهائية ويفوز بالمسابقة، وفعلا بيعلنوه الفايز. وساعتها الكل بيهاجموا تشولان وبيطردوه علشان بيغش في المسابقة. في الوقت اللي لينو بيتواجه مع بينج وبيسيطر عليه بتعويذة الكف الذهبي وبيمنعه من انه يستخدم قوة استحضار الأرواح المتحجرة، وبكل سهولة بيقدر لينو انه يثبته على الأرض ما يتحركش وهو اللي بيفوز. وبكده بقت المواجهة النهائية ما بين تشولان ولينو. وفي ليلة المواجهة كان تشولان قاعد مع باو باو على حافة الجبل بيتأملوا سوا لما بتخليه يدخل في حالة تأمل وطاقة لتشي الخاصة بيه بتقوى، وفجأة بيشوف روح جده شيلي لأول مرة من 14 سنة وبيشجعه على الفوز. وتاني يوم في المسابقة بيظهر أقوى من الأول 100 مرة، والكل كان متفاجئ إنه بيمتلك القوة الذهبية وما كانش بيظهرها قبل كده. والمعلم زوي بيعرف إن طول السنين اللي فاتت كان تشولان بيتدرب في السر لغاية ما قوته اتضاعفت، ولما أول مرة يستخدمها دلوقتي كان بالقوة دي. وبيستخدم تشولان تعويذة تألق الذهب وبتوهج بالنار، بس لينو بيتغلب عليه. وساعتها لينو لما بيحاول يسيطر عليه بالبرق الأسود تشولان بتفجر وبتحوله للين واليانج
لينو كان بيمثل البرق الأسود وتشولان البرق الأبيض، وبيواجهوا بعض بصواعق مميتة. وفجأة قوة لينو بتظهر على حقيقتها، والأرض بتتغطى بسائل لازج أسود تكون من البرق الأسود بيمثل القوى المظلمة وبيحبس تشولان بيه. والتعويذة دي اسمها برق الماء، وبيهاجم بيه تشولان بشكل عنيف. بس تشولان كان أقوى من اللي باين عليه، وبيوصل لنقطة إن الشخص اللي لازم يتغلب عليه نفسه مش أي حد من منافسينه، لأنه في اللحظة اللي هيتغلب فيها على نفسه الشريرة هيفوز على الكل. ولما تشولان بيتحبس في المادة السوداء بيشوف جده شيلين بيفكره بالتعويذة اللي علمها له زمان وبتخليه يتحكم في عناصر الطبيعة الخمسة. وفي اللحظة اللي بيدرك فيها التعويذة بيكسر الحاجز اللي عمله عليه لينو وبيتحرر منه، وبعدها بيتقاتل معاه. وكان هما الاتنين أشبه بشحنتين كهرباء بينتقلوا في الحلبة من نقطة للتانية من شدة سرعتهم وقوتهم. وقوة البرق اللي تشولان بيستخدمها بيحررها وبيوصل لتحكم كامل 100% فيها، بيخليها زي الوحش بيطارد لينو في الحلبة لغاية ما بتصيبه وبيقع على الأرض مهزوم. ولينو ما كانش زعلان من خسارته، بالعكس كان مبسوط انه قدر يوصل للحد الأقصى من قوته. وتشولان كشف له مستوى جديد لازم انه يحاول يتغلب عليه، ويحاول انه يسيطر على العناصر الخمسة من خلال البرق الأسود. وكده اللي بيفوز كان تشولان، ومحدش بيشجعه غير باو باو. ولما لينو بيفوق بعدها بيلاقي نفسه في اوضته، والمعلم زيو معاه بيفاجئه كان مخدره اصلا من قبل المباراة علشان يخلي تشولان هو اللي يفوز. ولما المعلم لو بيجي يسلم تشولان الجائزة بتاعته، التعويذة اللي الكل عاوز يسيطر عليها بتاعت لا نهائية، تشولان بيفاجئهم وبيرفضها، بيقول ان اللي يستاهلها هو لينو، وساعتها لينو هو اللي بيفوز بيها. وفي الوقت اللي كان تشولان مع المعلم زيو عشان ينقله تقليد شي ويبقى وريثه، كان فيه هجوم من طائفة الأشرار على الجبل. وباو باو بتقف بره أوضة المعلم علشان تحميه هو وتشولان لغاية ما يتم نقل قوته بأمان. وبنعرف إن من يومين كان ليانج بيجهزوا للهجوم ده، وبيروح لواحد من الغرباء القدامى وبيقول له على باو باو وخطة الحكماء في السيطرة على كل قوة الغرباء. وأعمال الشغب بتنتشر في الجبل بشكل كبير، وبتتفاجئ باو باو إن في حد بيبكي وبينادي عليها. ولما بتتتبع الصوت بتكتشف إن في حد بيتحكم في عدد كبير من تلامذة الجبل وبيصيبهم بتعويذة مظلمة، بس هي مش بتتأثر وبتطارده. في الوقت اللي كان لينو هو كمان بيلاقي مجموعة من الأشرار بتهاجمه، وما كانش عارف يواجههم بقوة البرق المائي المميت لأنهم اتغلبوا عليه. ساعتها بيظهر المعلم لو بيسانده، وأول ما الأشرار بيشوفوا قوة المعلم لو بيهربوا، بس هو ولينو بيطاردوهم لغاية ما بيبعدوا عن الباقيين وبينزلوا الجبل. بنكتشف إن دي خدعة وخطة الأشرار من البداية علشان يفرقوهم عن بعض، كده يقدروا يتغلبوا على لينو ولو. لما المجانين الأربعة بيظهروا، واحد منهم بقى بينيم لينو، ولو مغناطيسي وواحد بيتحكم فيهم من خلال خطوط الطاقة في جسمهم، واللي كانت بتستخدم سحر المشاعر وتخليهم يشوفوا هلاوس غريبة. وشيا وقو اللي بتظهر فجأة وبتخطف لينو وبتهرب فجأة، وبيفضل لو في مواجهة المجانين الأربعة. في الوقت اللي كانت باو باو وقعت في فخ هي كمان، واحد من غرباء الأشرار كان بيحاول إنه يتغلب عليها ويقتلها، بس هي كانت أقوى بمراحل مهما استخدم من قوة، لأنها ما كانتش بتتأثر أبدا. وساعتها لو بيسيطروا عليه وما بقاش عارف إنه يتحرك. ولما بيخرج من الوهم اللي زرعوه في عقله بيدمروا روحه البدائية وقوته الأساسية، وبينفجر فيهم بعد ما تعويذاته السحرية مش بتجيب معاهم نتيجة. معنى كده إنه هيموت بعد الحركة دي لأنه قطع كل مسارات الطاقة في جسمه. في الوقت اللي كان المعلم زيو بيحاول ينقل قوة تيان شيدو لتشولان مرة واتنين، بس ما كانش بينجح لأن تشولان جواه حاجز. وبيتفاجئ بإن تشولان مش عاوز قوة تيان شيدو، لأن أول ما تنتقل له المعلم هيختفي ويموت. ساعتها المعلم فجأة عينيه بتتوهج زي النار وبيفجر طاقته في المكان لدرجة إن الحيطان بتختفي. الكل بيتفاجئ بقوة المعلم الأكبر زيو، مع إنه عمره أكتر من 100 سنة، بس هو الوحيد اللي بيقدر يتغلب على كل عصابة الطائفة الشريرة واحد واحد. فلما بيحاولوا يهاجموه كلهم مرة واحدة على أساس إن التعاون قوة والكترة تغلب الشجاعة، بيلاقوا حواليه درع ذهبي من الطاقة بيرميهم كلهم على الأرض، فاللي بيهرب والباقيين بيتصابوا. ساعتها كان لينو بيتقاتل مع شيا وقو، بس هي بتتغلب عليه بسحرها، لأن من الأساس هو يعرفها من قبل ما تبقى في عصابة الأشرار، وكانوا بيحبوا بعض، فتعتبر هي نقطة ضعفه، ما كانش عارف يهاجمها ويضربها. بيظهر ساعتها المعلم الأكبر زيو بيحرره منها وبيتواجه معاها، وهي ما بتعرفش تأثر على المعلم الأكبر طبعا، فوقتها هي بالنسبة له كانت ولا الهوا. في الوقت اللي كان له خرج عن السيطرة وشيطانه الداخلي هو اللي بقى بيتحكم فيه، وعينيه اتحولت للون الأحمر وبيفجر قوته في المكان، وأي حد هيقرب منه هيموت. علشان كده كانوا المجانين الأربعة مستخبين ورا صخرة لغاية ما زيو بيوصل وبيقيده بسلاسل سحرية من الطاقة الذهبية، والعصابة بتهرب ساعتها، ما دي فرصتهم بقى. ولما زيو بيحاول انه يسيطر على لو ويرجعه لعقله، بتقوم بينهم معركة شرسة، ولو بيضربه وبيرميه يمين وشمال في الصخور لغاية ما زيو بيعمل تعويذة سحرية بيسيطر بيها على عقل لو وبيخليه يستعيد توازنه وسيطرته على شيطانه الداخلي. في الوقت اللي كانت بنت لو في الغابة في صراع مع 2 من عصابة الأشرار، وواحد من الخارقين الغرباء بيدافع عنها وبيحاول يحميها، بس هما بيتغلبوا عليها وبيقيدوه، ومرة واحدة واحد منهم بيقطع له دراعه. ساعتها كانت تشولان في المكان لأنه كان رايح يدور على باو باو،
وفي الأول كان هيمشي من غير ما يساعدهم، بس لما بيلاقي زميله بيدافع عن بنت لو بإيد واحدة بيقرر إنه يتدخل ويساعدهم. ساعتها بيظهر شين تشونج من المجانين الأربعة، كان عاوز لونج يمضي على عقد من بتوعه علشان يديه القوة اللي تخليه يتغلب على اللي بيهاجموه. وبعد ما كان لونج صدقه وخلاص هيتمم العقد بيظهر تشولان وبيمنعه، فشين تشونج بيفرح لما بيشوفه وبيطلع له عقد أكبر مليان بالبنود علشان يليق بقوته. وكمان تشولان ما بيقدرش يهرب منه بأي طريقة، بس تشولان بالحيل بتاعته بيوقع بين تشونج والباقيين علشان يهرب مع لونج بنت لو. ساعتها بقى تشونج بيهاجمه وبيظهر له قوته المظلمة الحقيقية وبينزل فيه ضرب بأطياف الظلام اللي بيتحكم فيهم. ساعتها تشولان بيدرك إن قوته ولا حاجة قصاد تشونج، وبيتهيأله إنه وقع في قبره وبيشوف كل حياته في لمحاته وبيفكر يعمل إيه. كان يقبل تيان شيدو ولا يساعد باو باو في إنها تعرف حقيقتها وأصلها، ولا تضحية كل اللي حواليه علشانه؟ حياته اللي عاشها وحيد، جده اللي اتحرم منه فجأة، الصبر وتحمل الإهانة اللي عاش فيه سنين طويلة، كل ده هيروح في لحظة. في الوقت ده بتظهر له روح جده شيلين بيفكره بتعويذة سحرية كان علمها له زمان، وكان كل ما يعملها كان تشولان بيفرح وبيموت على نفسه من الضحك، لأنها برغم بساطتها إلا إنها فيها قوة العالم كله. التعويذة دي كان بيفهم أصل الطاقة والنور في العالم، وإن قوته مستمرة من غير توقف وعمر ما حد هيعرف يتغلب عليه مهما حصل. في اللحظة دي تشولان جسمه بيمتص طاقة العالم من حواليه وبيتوهج وبيفوق مرة واحدة ويواجه تشونج. ومهما أطياف تشونج هاجموه إلا إن تشولان دمره بطرقعة من صوابعه وخلى صواعق البرق دمرته من جواه وحررت كل أطيافه وخلته يفقد القوة اللي كان بيسيطر بيها على الناس. في الوقت اللي كانت باو باو بتتقاتل لسه مع الراجل العجوز اللي ما كانش عارف يتغلب عليها حتى بعد ما تنكر في 10 هيئات وقوى مختلفة، وهي كانت كل إصابة ليها بتتعافى منها في لحظة كأنها ما حصلتش. في الآخر بيهرب قبل ما هو اللي يموت، وأفراد المنظمة السرية بييجوا يسيطروا على الوضع في الجبل وبيقبضوا على كل عصابة الأشرار. ولو لما بيعرف إن تشولان هو اللي أنقذ بنته بيستخدم ريشته السحرية وبيعمل تعويذة التعافي على تشولان وبيمحي كل إصاباته. وساعتها باو باو بتسأله لو كان قابل تيان شيدو ولا لأ، وهو بيقف مش عارف يرد. ساعتها باو باو بتتصدم إنه مش بيرد عليها وإن معنى كده رفض تيان شيدو ومش هتعرف حقيقتها. ولما بتسمع المعلم الأكبر وهو بيتكلم مع تشولان وتعرف إنه ضحى بفرصتها في إنها تعرف الحقيقة، بتجري وهي مصدومة لأنها قضت سنين بتحميه في السر ودلوقتي هو ما قدرش يساعدها في المقابل. بس تشولان رفض إنه ياخد قوة تيان شيدو لأنه عارف إن في اللحظة اللي المعلم هينقل له فيها قوته هو هيختفي من العالم. وبعد شوية المعلم الأكبر بيلاحظ إن حارس المعلم تيان جين زونج بيطارد كام واحد من العصابة، فبيستغربوا وبيزعلوا إنه سايب زونج لوحده من غير حماية. وعلى ما بيروحوا على أوضته بيتفاجئوا بيه ميت بإبرة اخترقت جبهته، وكمان ميت بقاله أكتر من 40 دقيقة يعني من أول ما الهجوم بدأ. وساعتها شوسي بيستخدم سحره وتعويذة سحرية بيظهر اللي حصل في الغرفة قبل ما زونج يموت، وبيتفاجئوا ان شينج واحد من التلامذة هو اللي عمل كده وقتله، لانه كان قائد عشيرة المتعة الشريرة اصلا ومتنكر وعايش في جبل لونج وبقاله 3 سنين واكتر علشان يعرف كل نقط ضعفهم وبيجهز للهجوم ده علشان يقضي على المعلمين الكبار والحكماء. ساعتها شينج كان راح يقابل عصابته وبيقول لهم ان قتل زونج. ساعتها الكل بيتفاجئوا انه قدر يقضي على واحد من المعلمين الكبار، وبيرجع فلاش باك وبنعرف انه قبل ما يتقتل زونج كان بيتجادل معاه علشان يعرف منه السر اللي كان بينه هو وشيلين. وقتها زونج بيتريق عليه علشان قبل كده اللي خطفوه زمان من الأشرار عذبوه لدرجة إنهم قطعوا أطرافه وبرضه رفض يتكلم، فإيه اللي هيخليه يتكلم دلوقتي بالسهولة دي؟ ساعتها شينج بيفاجئه باليانج وبيخليه يستخدم روح الهمس على زونج علشان يعرف منه ذكرياته اللي بيحاول على قد ما يقدر إنه يتمسك بيها ويحافظ على السر. ومن ضمن الذكريات إنه لما المعلم الأكبر بتاعه زمان وقت ما كان عنده 35 سنة بعته هو وزي وي كل واحد في اتجاه علشان يدوروا على شيلين ويرجعوه الجبل. هو قابل شيلين فعلا وقال له على سر ومحدش يعرف ابدا ان ده حصل. شينج بقى كان عاوز السر ده علشان يوصل لسر قوة تيان شيدو وتقليد شي، وفعلا ليانج بينجح وبيسحب منه ذكرياته مع انه بيواجه صعوبة كبيرة في الاول. وبعدها شينج بيقتل زونج بإبرة الروح، وفي اللحظة اللي زونج بيموت فيها بيشوف روح شيلين وبيفتكر كل اللي حصل له من يوم ما قابل شيلين زمان وقال له على السر. ولما بيفوق وأوصاله متقطعة وبيتفاجئ بعدها انه كان بيتكلم وهو نايم وكان هيفشي السر اللي عانى كتير علشان يحافظ عليه ومحدش يعرف مكان شيلين. ولما بيلاقي انه بيتكلم وهو نايم بيقضي سنين يحاول يفضل صاحي بيتأمل لغاية ما بيوصل للهدوء والسلام النفسي بيخليه يستغنى عن النوم وبيتغلب على رغبته في النوم علشان ما يتكلمش. وفي الجبل حاليا الكل كانوا منهارين لموت زونج ومحدش مستوعب موته ابدا، وزيو اللي فقد رفيق دربه وصاحب عمره. بعد جنازة المعلم زونج بكام يوم الجو بيتغير وبتقوم عاصفة، وعدد كبير من أعضاء عصابة المتعة الشريرة بنتفاجئ بيهم بيقعوا على الأرض مضروبين بصواعق البرق. اللي كان بيتحكم في كده كان هو المعلم زوي. ولما مجلس الحكماء بيعرفوا باللي بيعمله زوي لأنه كده بدأ حرب مع المتعة الشريرة لوحده وإنه بيخالف الاتفاقات اللي بينهم وهتحصل مجزرة،
كان لوسي ومجموعة من الحكماء عاوزين يقبضوا على زوي ويسيطروا على الوضع، أما لوفا كان شايف إنه مش غلط وبيدافع عنه وإن اللي بيعمله ده رد فعل مش أكتر. في الوقت ده كان زوي راح مبنى عصابة المتعة الشريرة علشان عاوز يقابل شينج، والمبنى ده كان مقر الشركة وإدارة العصابة اللي بتتحكم في ثروات كبيرة جدا. ولما المدير بيسمع اسمه زوي وإن جاي عاوز يقابله، فجأة بيتغير وبيترسم الخوف على وشه، وهو ساعتها كان بيهدي واحد من رجالته خايف من المنظمة السرية بتاعت ساعات البريد اللي كان بيديرها تشانج يقبضوا عليه بعد ما اتصاب عدد كبير من زمايله بصواعق البرق. المهم انه بيخرج يقابل المعلم الاكبر زوي يشوفه عاوز ايه، وزوي كان هادي جدا، كل اللي بيطلبه منه انه عاوز يقابل شينج. بيوري له الابره اللي كانت في راس زونج وقتلته، وانه مش هيخرج غير لما يقابله. ساعتها الشاب اللي بيشتكي وخايف يتقبض عليه جوه في المكتب بيخرج، واول ما بيشوف زوي بيترعب وبيصرخ صراخاته المميته اللي كانت عباره عن موجات صوتيه خطيره. ساعتها زوي من غير ما يتحرك من مكانه بحركه واحده من ايده بيخنق الشاب ده وبيرميه على الارض قاطع النفس، وبيسأل ليو تاني عن مكان شينج، بس ليو بيأكد له انه ما يعرفش مكانه فعلا. وفي الوقت ده كان مجلس الحكماء بيناقشوا الوضع وعاوزين يعرفوا مكان زوي ويوقفوه بأي شكل لأنه اختار طريق الانتقام، وده بالنسبة ليهم ضد تعاليم الطاوية. وعلى جبل لونج هو كان لينو هو اللي بيدير كل حاجة، وكانوا لسه في صدمة فقدان المعلم الأكبر زونج. وفي المدينة كان زوي بيقتل المجانين الثلاثة الباقيين من عصابة شياو قو، وكان هيقتلها هي كمان علشان رافضة تقوله على مكان شينج. ما كانش حد منهم يعرف مكانه فعلا، بس هو كان عايز ينتقم منهم لانهم هم اللي قادوا الهجوم على الجبل في اليوم اياه، ونتيجه لده زونج مات. وبيفضل زوي اليومين دول يدور في المدينه على اي خيط يوصله لشينج علشان عاوز يقتله، يعني عايز يقتله، وده بعد ما قتل صاحب عمره اللي كان يعرفه اكتر من 70 سنه وبيهتم بيه. وبالليل كان شينج وصل لليو وخلى ليانج يستخدم عليه روح الهمس، وعرف من ذكرياته ان زوي بيطارده. وساعتها شينج بيصيب ليو بإبرة في دماغه بتخليه زي المشلول بس مش بيموت. بالليل كان زوي راح للنادي اللي بتتجمع فيه عصابة المتعة الشريرة وبيدخل يستنى شينج يظهر، بس ساعتها واحد من العصابة بيفاجئه بليو وهو على كرسي متحرك، لا بيتحرك ولا بيتكلم، يدوب بيتنفس، ومرة واحدة بيبدأوا يهاجموه. بس زوي كان قوي جدا، بحركة من ايده بس بيرمي الجرسون بعيد وبيتصاعق بالبرق ويموت. ولما بيدخل يدور على شينج بنفسه بيتفاجئ بكل العصابة واقفين مستعدين له وبيهاجموه كلهم في نفس اللحظة، وزوي مش بيتأثر ولا بيتحرك له جفنه. بحركة واحدة من ايده كان بيرميهم يمين وشمال وبيضربهم بصواعق برق تقضي عليهم وتشيلهم، فالكل بيستخدموا اخر قواهم في انهم يهربوا منه قبل ما يكمل عليهم هما كمان. واحد من العصابة بيهاجمه تاني، بس زوي بيدافع عن نفسه بدرع تألق الذهب وبيرميه هو بعيد ويكتفه بالسلسلة اللي كان عاوز يضربه بيها، وبيثبته على الحيطة وبيقول له رسالة ينقلها لشينج انه هيستناه 3 ايام في الوادي. وتاني يوم كان لينو وصل المدينة وراح يقابل المعلم زوي ويطلب منه انه يعفو عن شياو قو. ساعتها المعلم زوي بينصحه انه يكون نفسه ويقرر اختياراته بنفسه من غير ما يفكر في آراء الآخرين، وده كان سبب رئيسي في انه قدره في المسابقة وخلاه ما يفوزش. ودي كانت المرة الأولى اللي لينو يتخذ قراره بنفسه ويسيب الجبل، والمعلم بيقول له انه من النهارده ما بقاش لا المعلم بتاعه ولا يرجع تاني الجبل. وبعدها لينو بيسمع كلام المعلم زوي وبيروح يكمل حياته مع شياو قو في الوقت اللي كان ليانج مع شينجو بيديله ذكر يا زونج اللي فيها السر اللي بيدور عليه وعاوزه علشان يكون الأقوى في العالم. وبيطلع ان السر اللي بيدور عليه في تشولان، ودي كانت حاجة شينج ما كانش متوقعها أبدا. ساعتها شينج بيقول لليانج يخليه هو بعيد عن اللي جاي علشان عواقبه هتكون وخيمة، وبيمشي. واليانج بيقف يكلم نفسه ويقول عواقب ايه بقى، ما انا لقيت خلاص اللي كنت بدور عليه، تفتكروا بقى قصده على ايه؟ وممكن يكون لعب في الذكرى بتاعت زونج وغير فيها حاجة، ده اللي هنعرفه في باقي الحلقة. وبعد 3 ايام كان زوي مستني شينج في الوادي زي ما قال له، بس بيتفاجئ بمجلس الحكماء كلهم جايين يوقفوه عن اللي بيعملوه، ولو بيتخانق معاه علشان مشاعره سيطرت عليه وعاوز ينتقم. ولما لوي بيهجم عليه زوي بضربة واحدة في صدره بيوقعه على الأرض وبيبعده عن طريقه وبيروح هو لمواجهته مع عصابة المتعة الشريرة اللي بيلاقيهم جايين يهاجموه بدل شينج الخاين. والمرة اللي بيواجهوه كان عندهم قوة خارقة من نوع تاني، واحد كان عنده جناحات قوية جدا، والتاني قوة النار، والتالت أطياف مظلمة من العالم السفلي في هيئة وحوش، وكلهم بيهجموا عليه في نفس اللحظة. بس زوي بكل هدوء خطوة واحدة بيخطيها كان فجر الأرض من تحتهم، ولما بيهجموا عليه تاني بيفضل ثابت في مكانه وبحركة من ايديه بيهزمهم وبيصيبهم اصابات شديدة وبيقعوا كلهم على الارض. والكبير بتاعهم بقى جه يهجم عليه من جديد، زوي بيرميه بكرة من الطاقة زي الرصاصة بتخليه يترمي لاخر الوادي، يعني لو كان قطر خبطه ما كانش هيكون بالقوة ولا بالسرعة دي. ساعتها اللي فاضلين واقفين على رجليهم بيهجموا عليه على امل انهم هيهزموه، بس زوي بخطوة واحدة بيقبض كف ايده ويدمر اطياف الوحوش ويتسبب في انفجار شديد يخلي الكل مفيش ولا واحد واقف على رجله ولا بيحرك حتى صباعه مش يهاجمه. ساعتها شينج بيظهر اخيرا وبيتواجه مع زوي من غير قتال ولا حاجة،
بيفاجئوا بالسر اللي عرفه من ذكريات زونج. ساعتها زوي بيعمل جدار من صواعق البرق حواليهم وبيقف يسمع له آخر كلام هيقوله في حياته. شينج وقتها بيقول له إن اللي مخليه عاوز يقتله علشان ينتقم، مش إنه عاوز ينتقم لموت زونج أصلا، ده عشان يدفن السر اللي زونج فضل سنين بيحاول يخبيه، وهو إن تشولان هو اللي هيتسبب في كارثة جياشين تانية. وعشان كده زوي عمل المسابقة دي وكان ناوي يسلمه قوة تيان شيدو، بس تشولان خذله ومرضاش يقبلها لأن قوة تيان شيدو هي اللي هتخليه يتحكم في قوته وما تظهرش الجانب الشرير منه ويعمل الكارثة من جديد. السر الأكبر كمان هو مكان قائد المتعة الشريرة الكبير، والمكان السري اللي اكتسبوا منه قواهم الخارقة دي وهو العالم الموازي 24. زوي بيتفاجئ بالمعلومات اللي عرفها شينج، بس بيقول له إن اللي كان زونج مخبيه أكبر من كده كمان، وبيخلي صواعق البرق تضرب شينج باستمرار. ساعتها شينج بيسأله وبيقول له هيقتل كام واحد لسه علشان يحافظ على الأسرار دي، لأن بوجود الخارقين التمانية الكل هيفضل يرجع ويفتكر كارثة جياشين ويدوروا على الحقيقة والسر وراها لغاية ما هيوصلوا في النهاية. في اللحظة دي زوي بيضربه أكتر بصواعق البرق وبيموت شينج بنفس الإبرة اللي قتل بيها زونج. بعدها المنظمة NDT بتحبس زوي في بيت في الجبل ويمنعوه من إنه يخرج منه أبدا، عقابا على قتله لشينج وإصابة عدد كبير من المتعة الشريرة عشان خاطر ينفذ انتقامه اللي كان بالنسبة ليهم أناني. وبعد كام يوم توشيلان بيروح يقابل المعلم الأكبر زوي وبيطلب منه إنه يشيل الختم اللي جده عمله عليه زمان علشان يكبح قوته، وفعلا زوي بيصعقه بالبرق وبيكسر الختم السحري. لما بيرجع تشولان لباو باو وشيسو وشيسان بيقول لهم على المعلومات الجديدة اللي عرفها من المعلم زوي، وبيقول لهم على السبب اللي خلاه يرفض إنه يستقبل قوة تيان شيدو، لأن المعلم وقتها هيموت. وبيفكر معهم بصوت عالي وبيكتشفوا إن جده لما قابل باو باو وتشانج زمان خدعهم لما قال إن ماضي باو باو مرتبط بوجودها جنب تشولان وإنها توصل للحقيقة من خلاله، وإنه قال كده بس علشان يخلي باو باو ما تفارقش تشولان للأبد وتكون حليف قوي تحميه من أي مخاطر. كمان إنه رفض تيان شيدو لأنه لو كان قبلها كان هينتقل له كل الأسرار اللي زوي بيحميها، وساعتها لا يعرف يقولها لحد ولا يعرف يحقق لباو باو أمنيتها في إنها تعرف حقيقتها وأصلها. يبقى الأحسن إنه يخليه زي ما هو ويكتشفوا مع بعض الحقيقة. في الوقت ده كان وانج ياي رجع جبل وو دانج وبيكتشف إن المعلم بتاعه رافض يقابله وبيطرده من الجبل علشان رجع تاني وساب تشولان ومنعوش من إنه يفوز في المسابقة، لأن كده الكارثة هتتكرر وهيكونوا في خطر. وبيرجع وانج ياي على بيته، بس هو مستني في محطة الأتوبيس بيلاقي يانج جاي وبيعرض عليه يوصله. وبعد ما بيركب معاه وانج ياي بيتفاجئ إنه بيطالبه إنه يمضي له على عقد علشان يدفع له مبلغ كبير قصاد مساعدته له وإنه يشتغل معاهم في الشركة. لما بيوصلوا المطار يانج بيتفاجئ إن وانج ياي عنده طيارة خاصة وبنعرف إنه من أغنى العائلات في البلد. فبيرجع يانج في كلامه وبياخد منه العقد وبيمشي، وبيفضل إنهم يفضلوا أصدقاء وما يخسروش أبدا. المهم إن وانج ياي بيرجع بيته وبيعرف إن أبوه حالته الصحية بتتدهور في الفترة الأخيرة ومش بيتحرك من السرير، ولما بيروح يطمن عليه بيكتشف إن الأدوية اللي بياخدها كلها لعلاج الاكتئاب، لا أرق ولا مكملات غذائية، وإنه مش تعبان ولا حاجة وبيمثل مش أكتر. ساعتها بيدي لوانج ياي اسورة من الأحجار الكريمة. وانج ياي بيستغربها جدا لأنه شافها قبل كده وليها علاقة بالمؤامرات اللي بتحصل تخص حد من المعلمين الكبار. فبيسهر طول الليل يفكر علشان عاوز يوصل للحقيقة، وإن الظاهر في حد بيراقب أبوه عامل له رعب علشان كده مش بيخرج من السرير وعامل فيها تعبان. بيتفاجئ بحد بيراقب البيت بره. في لحظة بينتقل عند العربية الغريبة وبيتفاجئ إن اللي فيها تشولان وباو باو كانوا جايين يراقبوا أبوه علشان يعرفوا علاقته بالمتعة الشريرة ويلاقوا خيط يوصلهم في النهاية اللي هم عايزينه. ساعتها وانج ياي بيقعد معاهم في العربية يراقبوا المكان سوا. بعد شوية بيروحوا على مكان للمتعة الشريرة ويقابلوا صاحبة المكان وبيتكلموا معاها علشان يوصلوا لأي معلومة جديدة. ولما بيخرجوا من هناك بيتفاجئوا إن حد بيراقبهم وتشولان بيحاول يهرب منهم، بس كان معمول لهم فخ على الطريق وواحد من المتعة الشريرة بيجر عجل العربية وكانت هتتقلب بيهم. في لحظتها وانج ياي بيتحكم في الزمن وبيوقفوا على ما يربط حزام الأمان، وتشولان بعدها بيركن العربية بحرفنة مع إن عجلها اتدمر، وبيلاقي مجموعة من العصابة مستنينهم. ساعتها وانج بيهرب وبيسيب تشولان وباو باو لوحدهم يواجهوا العصابة. تشولان بيتفاجئ وبيهرب بسرعة هو وباو باو هما كمان لغاية ما بيلحقوا وانج ياي. بيتفقوا على إنهم يشتتوا العصابة ويستدرجوهم بعيد علشان يعرفوا يقتلوهم لو معرفوش يهربوا منهم. وانج ياي كان الأسرع والأقوى وبيوصل هو الأول قبل تشولان وباو باو اللي تاهوا. ولما بيتواجهوا مع الأربعة اللي بيهاجموهم بيتفاجئ إنهم بيستخدموا قوة خارقة وتعويذ من بتاعة مدارس الفنون القتالية للمعلمين الكبار. فبيبدأ يشكوا هم مين وبيهاجموا ليه، خصوصا إنهم كانوا ملثمين. بعد ما بيتغلب على 3 منهم الأخير بيهاجموا بكرات نارية سريعة جدا. ما كانش عارف إن وانج ياي يقدر يتحكم فيهم ويخليهم يتحولوا لكرة واحدة وبيرميها على الشخص ده ويشل حركته. وبيطلعوا في الآخر إنهم قرايب شوان زوج اللي كان مساعد وانج ياي قبل كده في المسابقة وكانوا من نفس المدرسة بتاعته. في
فبيتصل زوج بيانج ياي ويقابله ومعاه الأربعة اللي كانوا بيهاجموه بيعتذروا عن اللي حصل وهم بيتعاقبوا. وقتها يانج ياي بيقول لزوج على المؤامرة اللي معمولة على عيلته، بعد ما زوج بيتفق معاه انه يساعده زي ما وعدوا قبل كده وهم خارجين من جبل لونج هو. وتاني يوم تشولان بيتقابل معاهم وبيوافق انه يكون هو كبش الفدا ويراقب هو العصابة لانه الانسب بما انه هرب منهم كام مرة ومحدش عارف يتغلب عليه. لان دلوقتي العصابة اللي بتطارد عيلة وانج ياي بيعملوا كده علشان يساوموا وانج ياي على انه يسلمهم القوة اللي اكتسبها وقدرته على التنبؤ والتحكم في الوقت. هو طبعا مش ممكن يستغنى عن قوته دي ولا يخلي الاشرار يتحكموا فيها، لان ساعتها موازين القوى في العالم هتتغير والمتعة الشريرة هي اللي هتسيطر. بس تشولان في الاول كان متردد وخايف. ساعتها باو بتطلب مليار وون علشان يقوموا بالمهمة دي بما انه مفلس، وتشولان اصلا كان ناوي يطلب 10,000 بس. ولما بيتكلم مع باو بتقوله انها تعدل الرقم، بيرجع هو في كلامه بيقول لها ما ينفعش نغير كلامنا، احنا عيال ولا ايه؟ ساعتها وانج ياي بيروح لابوه وبيطلب منه المبلغ ده وبيتحايل عليه شويه لغايه ما بيقنعه بانه عايش بقاله سنين في الجبل وما كانش بيصرف ولا بيتمتع بفلوسه ابدا، وده وقت بقى انه يعيش حياته مع ابوه مش قليل برضه، وده اغنى واحد في البلد. وبيبدأ تشولان من بالليل هو وباو يراقبوا والدة وانج ياي واصحابها علشان يعرفوا مين منهم اللي شكلها مريب وغامض، لان هي اللي بتستغلها وتشتغل مع العصابه. فعلا بيقدروا يحددوا واحدة منهم كان باين عليها انها مش لايقة على المجموعة ولا عارفة تعمل تمارين التأمل اللي بيمارسوها في العادة، وبيفضلوا وراها لغاية ما بيعرفوا الفندق اللي قاعدة فيه هي واتنين من العصابة. بيفضلوا يراقبوهم لغاية ما بيقرروا يتدخلوا وبيخطفوهم تاني يوم. وباو كانت هي الوحيدة القوية واللي بتتصرف بهدوء، اما تشولان والباقيين كانوا متوترين ومش عارفين يعملوا حاجة، اول مرة يخطفوا حد وملهمش في الحركات دي. المهم ان بعدها بتثبت التلاتة وبتحطهم في كراتين وتخرج بيهم من باب الفندق من غير ما اي حد يشك فيها انها خاطفه حد. بعدها كان عرفوا مكان زعيم العصابه اللي مترصد عيله وانج ياي، وده كان في مبنى تحت الانشاء. فالتلاتة بيروحوا على هناك وبيضطروا يكتموا انفاسهم وهم طالعين السلم علشان يقدروا يعدوا من الحاجز السحري اللي كان معمول، وكل ما كان واحد منهم يجي يعدي كان هيغمى عليه. المهم انهم لما بيطلعوا بيلاقوا تلاتة من العصابه وبيتقاتلوا معاهم بشراسه، ولما واحد منهم كان هيهرب وانج ياي بيطارده وبيعمل تعويذة على الأرض علشان يحدد مكانه بعد ما استخبى، وكمان بيستخدم تقنية الوهم. والراجل كان هيدوس على السطح الوهمي وكان هيقع من أعلى ارتفاع للمبنى، بس وانج ياي بيلحقه والراجل بيوافق إنه يقول له على كل حاجة، بس بيخدعه لغاية ما بيشده وبيروح موقع وانج ياي على الأرض. وبعد ما كنا فاكرين إن وانج ياي كده انتهى وهيموت من الوعي المميتة دي، بنتفاجئ ان بقوته السحريه الخارقه قدر يوقف نفسه في اخر لحظه يدوب على ارتفاع نص متر من الارض. وتشولان وباو بيقبضوا على كل افراد العصابه اللي موجودين في المبنى علشان يسلموهم لمنظمه NDT. ولما الزعيم بتاعهم بيرفض يقول اي معلومات لتشولان، ساعتها الكل كانوا فاكرين ان تشولان هيستخدم قوته الخارقه ويعذب الراجل لغايه ما يقول له على اللي عايزه. بس الغريب ان تشولان بيخلي باو تضربه بقالب طوب على وشه لغايه ما وشه بيورم في ثواني، وبتصور وبينشر صوره على ان المجرم هو اللي عمل فيه كده، وبيلبسه تهمه جديده يتعاقب عليها من المنظمه. فالراجل بيخاف وبيقر بكل اللي يعرفه. بعدها زانج بيتفق مع تشولان وانج ياي انهم يدخلوا البعد الروحي علشان يستخدموا قوته الروحية الخارقة في كشف حقيقة الاسرار اللي العصابة قالوا عليها، وبيطلبوا من باو انها تحميهم في الوقت ده. وتشولان اول ما بينتقل للعالم الغريب ده اللي كان شبه الفضاء كان متفاجئ ومذهول، وبيعرف ان الذكريات موجودة هنا واي سؤال ممكن يعرفوا اجابته هنا. ساعتها وانج ياي بيعمل تعويذة ويسأل عن الراس المدبرة والمؤامرات اللي بتحصل في عالم الغرباء، وفي لحظة بتظهر كرة من الطاقة جواها الإجابة واللي بتكون عاملة زي الذكريات، وكان لازم عليهم إنهم يسيطروا على الكرة دي ويكسروها علشان يعرفوا الإجابة اللي فيها اللي بيدوروا عليها. علشان يعملوا ده تشولان صوابعه بتتمدد وبيمسك الكورة، وزانج ووانج ياي بيستخدموا قوتهم الخارقة ويحاولوا يكسروها لغاية ما بينجحوا أخيرا، وبيخرج منها 3 ذكريات بيدخل في عقل كل واحد منهم واحدة. وزانج بيأكد على تشولان إن الذكرى أو الرقم اللي عرفه ده ممنوع يقولوا لأي حد علشان يحافظ على السر لغاية ما يوصلوا للحقيقة كاملة. وبعد ما نجحوا تشولان بيسأل لو كان ممكن يعرف ايه الإجابة لأي سؤال هو عايزه في البعد ده، ولما بيفكر في سؤال معين طبعا كلنا عارفين ايه كارثة جياشن أكيد، بتظهر قدامه بوابة الجودة اللي كان وانج ياي شافها في نبوته، وبيحاول هو وزانج انهم يفوقوا تشولان اللي كان اتحبس ولا اتنين مغناطيسي، وبالتالي يلاقي نفسه جوه قطر جياشن، ومرة واحدة بتظهر قدامه باو بترميه بره القطر وبيخرج من البوابة. وساعتها في الحقيقة كانت باو قدرت انها تعدل مساراتهم الروحية وتجبرهم انهم يخرجوا من العالم ده، بس كلهم كانوا اتصابوا. وزانج بيتخانق مع تشولان عشان لو ما كانش فيها كان زمانهم الثلاثة اتحبسوا للأبد في البعد ده. بعدها بيروح تشولان يقابل زعيم العصابة اللي بتراقب أهل وانج ياي وبيهددوه، وبيجبروا انه يبعد عنهم بعد ما بيهددوا بعيلته هو نفسه. وبعد ما بيسووا الموضوع ده بيروحوا مطعم يتغدوا، ومن كتر جوعهم مش بيستحملوا ان الشيف يقطع لهم البطة ببطء كده،
باو باو بتقوم مرة واحدة وتاخد البطة منه، وبسرعة البرق كانت قطعت البطة شرايح وقعدت تاكل أخيرا بعد ما كانت ماتت من الجوع. وبعد التجربة اللي عاشها وانج ياي في اليومين اللي فاتوا دول وأهله في خطر، حس قد إيه إنه كان مغرور وفاكر نفسه أحسن من الكل، وإنه كان بيبص اللي حواليه بتعالي علشان عنده قوة خارقة وبيقدر يتنبأ بالمستقبل أو أيا كان. واللي حصل ده علمه إن ما ينفعش يكون كده، وتعلم التواضع، وإنه ما قدرش حتى ينقذ عيلته لوحده بقوته الخارقة زي ما كان فاكر إنه القوة، ولولا مساعدة أصحابه له ما كانش نجح أبدا. علشان كده عرف أهمية الأصدقاء وإنهم هم اللي هيقفوا في ظهره لما يحتاج المساعدة من غير ما يفكروا في المخاطر اللي ممكن يقعوا فيها. بالليل كان شولان وهو في الطريق بيجيله تليفون من ليانج وبيبعت له لوكيشن، وبعد ساعتين بيروح شولان لوحده علشان يقابله ويشوفه عاوز ايه. ساعتها ليانج كان مضروب وباين انه بيتعذب وبيهرب من حد، وليانج بسرعه من غير كلام بيدي لتشولان ذكريات جده شيلين عن كارثه جياشن، وبيقول له انه ما قدرش يتخطى الختم السحري اللي جده عمله على ذكرياته دي، والامل انه يخليها معاه لانه بيتم مطاردته. فعلا كان في حد اقتحم المكان وبيطلع انه اخو ليانج ومجموعه من عيله ليو، وقبل ما يمسكوه كان ليانج ختم كل ذكرياته اللي تخص تشولان علشان محدش يعرف اللي بينهم، لانه بعد كل اللي حصل ده اكتشف انه ما ينفعش يثق باي حد غير تشولان، ولا في حد غيره هيساعده. ساعتها جونج بيهجم عليه وبيضربه لما بيلاقيه دمر ذكرياته مع تشولان، وبيرجع بيه على السجن اللي في بيت العيله وبيعذبوه لغايه ما بيقطعوا له دراعه. بنرجع نشوف اللي حصل له بالتفصيل وازاي كانوا بيعذبوه، ونعرف ان جد المعلم ليو الكبير هو اللي كان بيعذبه وبيعاقبه علشان بيساعد المتعة الشريرة وخان عيلته بعد ما قتل اخته الصغيرة هوان من سنين. ليو كان عاوز يعرف منه السر اللي عرفه من ذكريات زونج اللي اخدها منه قبل ما يموت، ولما بيلاقي ان ليانج عرف اظلم الاسرار عن عيلته وانه بيمتلكوا قوة روح الحمس اللي ليها علاقة بالقوة السحرية لمدرسة تانية للفنون القتالية وهي القبضة المزدوجة. ولما ليانج بيسأل جده عن العلاقة بينهم، جده بيقول له انه هيوريه عملي، بيروح جايب سيف ونازل ضرب فيه بيقطع له دراعه ورجله، وبيدخل ليانج في حالة صدمة وبينادي على أخته هوان وبيعتذر لها إنه مش هيقدر يوصل لها ويعرف حقيقة اللي حصل لها زمان لأنه فعلا ما قتلهاش. وفي منظمة NDT بيجي لهم إخبارية إن في قرية عيلة لو الناس بتتصرف بطريقة غريبة وفي ناس فقدوا الذاكرة، وتشولان وباو باو بيستغلوا فرصة إن شي سان نايم في مكتبه وبيتسللوا علشان يدوروا على معلومات مخبيها عنهم. ساعتها تشولان بيسمع صوت بنت بتتكلم طول الوقت، ما كانش عارف الصوت جاي منين، بس بالصدفة لما بيلبس نظارة شي سان بيشوف صورة هولوجرام لبنت آلية المفروض هي اللي عندها كل المعلومات اللي ممكن تتخيلوها عن المنظمة والغرباء الثمانية. بتقول لهم ان السر كان عند وو بون شانج زعيم طائفة المتعة الشريرة، ولما تشولان بيسألها عن أي معلومات عنه بتقول له إنه مات في كارثة جياشن اللي ممكن يدله هو المعلم لو. ساعتها تشولان مش بيكذب خبر وبيتصل بالمعلم لو بيقول له إنه هيروح يقابله، وتاني يوم بيروح له بهدية غالية جدا علشان يرضيه بعد اللي حصل منه يوم المسابقة، لأن المعلم لو متضايق منه علشان رفض يستلم تيان شيدو. المهم ان شولان بيصحح له موقفه وبيقول له انه رفض علشان عارف ان لو انتقلت له قوة تيان شيدو فالمعلم زيو هيموت، وبيبدأ يتكلم معاه بقى عن الغرباء الثمانية وازاي اكتسبوا قوتهم الخارقة بين يوم وليلة. وبيعرف منه تشولان انهم كانوا راحوا مكان اسمه وادي العناصر 24، ولما رجعوا منه كانوا بيمتلكوا اقصى مستويات القوة. لو كانوا فضلوا مئات السنين يتأملوا ويتدربوا علشان يوصلوا لها ما كانوش هيعرفوا ابدا. والمعلم ليه بيقول له كان في مجموعة اسمها ال 36 لص، واللي كان جده واحد منهم، غير ان الغرباء الثمانية كان معهم شخص كمان وكانوا 9 مش 8، بس مين الشخص ده بقى محدش عارف. وكمان لما تشولان بيسألوا عن ان الغرباء الخارقين الثمانية المعروفين محد الظاهر منهم غير 3 بس، واللي ورثوا قوتهم لتلاميذ وانج ياي ولين وواحد تاني. ولما لو بيقولوا ان الغرباء الثمانية قبل كده علشان يدخلوا عالم العناصر 24 كان لازم تعويذة سحرية بتجمع قوتهم كلها من التشي، وان العالم ده له قوة سحرية بتخلي الميت يرجع للحياة من تاني. ساعتها تشولان بيبص لباو باو وبيفتكر القدرة اللي بيتمتع بيها، فبيفهم انها كانت في العالم ده وهو اللي اداها القوة الخارقة دي. ولما تشولان بيسأل المعلم لو عن مدخل العالم ده، المعلم لو بيقول له وهو يعني طول السنين دي محدش حاول يدخله، اكتر من 80 سنة والناس بيدوروا على عالم العناصر 24 علشان يكتسبوا قوة خارقة زي الغرباء الثمانية، بس محدش قدر يوصل له ولا يعرف مكانه. ومعلومة تانية بيعرفها ان روح الهمس ما كانش موجود في اليوم ده علشان يستخدموها على حد من الغرباء الثمانية ويعرفوا ازاي دخلوا عالم العناصر 24. بعدها بيروح تشولان وباو باو على قصر عيلة ليو، وبيتفاجئوا بكل اهل القرية متجمعين وفي حالة غريبة ومتنيمين مغناطيسي وعينيهم كلها باللون الاسود. حتى المعلم الكبير ليو جد ليانج كان زيهم وبيتمتم وهو خايف وبيطلب من هوان انها تسامحه. ولما تشولان بيدخل يدور على اي دليل يفهمه اللي بيحصل بيلاقي نظارة ليانج على الارض، وبيعرف انهم كانوا بيعذبوه بس هو ما كانلوش اثر في المكان كله. وبيخمن تشولان ان الحالة اللي الناس فيها دي من تأثير ليانج عليهم ونستخدم روح الهمس ضدهم،
في الوقت اللي بنشوف ليانج رايح يقابل عصابة المتعة الشريرة وبيقول لهم ان الزعيم بتاعهم الغريب انه كان صاغ سليم، مع انه جده من يومين كان قطع له دراعه ورجليه وهو بيعذبه. طب ازاي استعادهم تاني ورجع بهيئته سليمة كده؟ كملوا الاحداث واحنا نعرف. بنرجع فلاش باك 10 سنين وبنشوف ليانج كان مع اخته هوان بيلعبوا وبيقضوا وقتهم مع بعض طول الوقت وهم مبسوطين. وهم راجعين بالليل في الاتوبيس هوان بتكشف لليانج خدعة جديدة اتعلمتها، وهي روح الهمس، وبتجربها عليه وبتمسح ذكرى من ذكرياته وتوريها له في ايديها. ساعتها ليانج بيستغرب هي ازاي اتعلمتها، لان جده بس هو اللي بيمتلك روح الهمس. هوان بتقول انها اتعلمتها من ست عجوزة وبتطلب منه انه ما يقولش لحد ابدا على السر ده. ولما ليانج بيرجع البيت اخوه الكبير بيسأله عمل ايه النهارده. لما ليانج بيقول انه مش فاكر، بيستخدم عليه روح الهمس علشان يشوف ذكرياته بس بيلاقيها اتمسحت، وليانج ما كانش فاكر ايه اللي حصل ومش فاكر ليه. وجده بيفتكر انه اتعلم يمسح ذكرياته بنفسه وبيمنع اخوه من انه يأذيه. بعدها هوان بترجع له الذكرى اللي كانت مسحتها له النهارده. تاني يوم كانوا الاتنين مع بعض في المطعم. لما ليانج بيتكلم مع هوان وبيقول لها على سؤال بيدور في دماغه من امبارح، هو ايه اللي هيحصل لو وعيه وذكرياته اتمسحوا وحل محلهم ذكريات حد تاني؟ في الحالة دي هيكون لسه ليانج ولا هيبقى مين بالظبط؟ بيمثل لها ده بكوبايتين الكولا والسبرايت اللي بيشربوهم، وبيفضي جزء من كوبايته وبيحط عليها جزء من الكولا وبيخلي هوان تدوقها وتشوف هل بقت كولا ولا لسه طعمها سبرايت زي ما هي. ساعتها هوان بتدوقها فعلا وبتقول انه طعمها زي ما هو. فليانج بيفضي كوبايته كلها وبيحط فيها الكولا اللي كانت في كوبايه هوان وبيخليها تدوقها وتشوف اللي في الكوبايه بقى طعمه ايه دلوقتي. فبتفهم هوان نظريته بالشكل ده لو مسحوا ذكريات ووعي شخص واستبدلوها بوعي شخص تاني هيكون الجسم زي ما هو بس اللي جواه شخص تاني. وبتسمى النظريه دي نظريه الكولا. هي حاجه تحير بس نظريه في محلها برضو. ما اللي بيحدد ماهيه الشخص هي ذكرياته طول عمره، ولو فقدها هيكون معدوم الهويه ومن السهل ان يتم السيطره عليه من اي حد تاني. بعدها لما هوان بترجع القصر بتتسحب وبتدخل من فتحة صغيرة للزنزانة اللي كان جدها حابس فيها الست العجوزة اللي علمتها روح الهمس دوان موينج. وهوان بتحكي لها على كلام ليانج ونظرية الكولا بتاعته. ساعتها موينج بتتفاجئ من الكلام ده وبتستغرب من الكلام لأنه عمره ما خطر لها على بال. يعني بالها محبوسة هنا 80 سنة وتعتبر واحدة من أقوى الغرباء، وهي التاسعة بتاعتهم اللي اختفت من سنين ومحدش يعرف إنها محبوسة في عيلة ليو غيره هو بس. وبتعرف موينج من هوان اتولد طفل جديد في العيلة النهاردة وده يبقى الجيل الخامس. وساعتها بتقول إن ليو هيجيب الطفل ويجي لها النهاردة، بس يا ترى ليه؟ قبل ما تكمل الجملة كان ليو بيفتح الباب المقفول بقفال ومش بيدخل غيره مع الطفل وبيدخل لموينج. ساعتها موينج بتخلي هوان تستخبى بسرعة بعد ما بتطلب منها ما تجيلهاش هنا تاني أبدا، لأن لو جت هتقتلها لأنها هي وعيلة ليو أعداء. ويا دوب هوان بتجري تستخبى كان جدها دخل ومعاه طفل صغير. وبنكتشف بقى انه جاي علشان يسحب من موينج دمها وينقله للطفل الصغير علشان يحوز قوتها ويقدر انه ينمي القوة السحرية في اجيال العيلة ويتقنوا مهارة القبضة المزدوجة مش روح الهمس بس. نكتشف انه بيعمل كده بقاله سنين مع كل طفل بيتولد في العيلة. يعني هوان وليانج هما الاتنين بيجري في عروقهم دم موينج. الغريب انه لما بيجي يسحب منها دمها بنلاقيه مختلف عن دم الانسان الطبيعي وكان مليان بطاقة لتشي اللي بتشع منه مخلياه لونه متغير. وبعد ما بيسحب منها كمية الدم اللي هو عاوزها بتقوله ان القدرة دي ملهاش علاقة بالدم وانها لازم يتم تعليمها، بس هو مش بيصدقها وبينقل كل كمية الدم للطفل الصغير. علشان كده كان حابسها طول السنين دي كلها ومش بيقتلها لانه عارف مقدار القوة اللي بتملكها وكان عاوز يسيطر عليها في عيلته بما انها رفضت تتكلم وتقول له اي معلومة. وبعد ما بيخرج هوان بتظهر تاني وبتتكلم مع موينج وتسألها لو كان دمها هو كمان من دم موينج، بس موينج بتسألها عن نظرية الكولا اللي كانت بتقول عليها. بعد شوية بنشوف هوان خرجت من الفتحة الصغيرة وكانت متغيرة وفيها حاجة مريبة، ومرة واحدة عينيها بتتحول للون الأسود وبترجع تاني طبيعية وكانت بتتنفس الهواء المنعش كأنها أول مرة تتنفسه وبتضحك ضحكة مريبة. ممكن تكون دي مش هوان أصلا وإن موينج نفذت نظرية ليانج ومسحت وعي هوان ونقلت وعيها في جسم البنت الصغيرة، اللي بيأكد لنا إن ده حصل خيالها وهي ماشية. كان خيال ظل موينج مش خيال ظل هوان أبدا. وبتروح بعدها على الساحة بتلاقي الكل متجمعين مستنيين يعرفوا اسم الطفل الجديد. ساعتها هوان المزيفة بتبصلهم بغضب وحقد وتخرج من الباب، بس ليانج بيحس ان فيها حاجة غلط وبيروح وراها. بالليل بينتشر خبر ان ليانج دفع هوان من على المنحدر الجبلي وقتلها. ولما ليو بيحقق مع ليانج علشان يعرف ايه اللي حصل فعلا بيتفاجئ انه ناسي كل حاجة ومش فاكر ايه اللي حصل. ولما بيجربوا عليه روح الهمس بيلاقوا ذكرياته ممسوحة، فبيستخدموها على 2 من المزارعين اللي قالوا انهم شافوه وهو بيزقها من على المنحدر. وبيشوفوا ليانج وهو فعلا بيدفع هوان من على المنحدر، بس لان ليانج بيرفض يعترف بكده ومصمم انه ما قتلهاش جده بيحبسه في القبو سنين من غير ما يقتله لانه كان شايف ان كل نقطة دم من العيلة مهمة وغالية وما ينفعش انه يهدرها مهما حصل.
ساعتها ليانج بيفتكر اخر مرة كان فيها مع هوان لما كانت بتقوله على الست العجوزة اللي علمتها القدرة دي وبتخليه يوعدها ان عمره ما يقول السر ده لاي حد ابدا. وليانج كان فعلا ناسي الذكرى دي لغاية وقت قريب، وبدأ كل ذكرياته ترجع له، وبيعرف ان السر ورا اختفاء هوان هي موينج، وان لو وصلها يقدر يعرف ايه اللي حصل لهوان. بيفضل محبوس اكتر من 8 سنين مش بيفوقوا قيده ابدا، لغايه ما في يوم اخوه الكبير بينزل يشوفه وبيتريق عليه انه محبوس وعمره ما يشوف النور تاني. ساعتها ليانج بيستغل الفرصه، ولما اخوه بيقرب منه بيهجم عليه وبيضربه وبيسرق منه المفاتيح وبيحرر نفسه وبيهرب، وبيروح ينضم لعصابه المتعه الشريره علشان هم اللي هيخلوه يوصل للحقيقه. كان بيستغلهم طول الوقت ده علشان يوصل لذكريات شيرين وزونج والمعلمين الكبار علشان يعرف مكان موينج مفتاح اللغز. بنرجع للحظة اللي كان فيها مرمي في القبو متقطع الأطراف وبينزف حتى الموت. في اللحظة المظلمة دي دمه اللي سايح على الأرض واللي هو أصلا دم موينج بيشع بالطاقة، وبيسمع صوت بيكلمه، وفجأة الدم بيتحرك تاني في اتجاه جسمه، وكل الطاقة السحرية اللي فيه بتدخل جسم ليانج التاني وبتخلي أطراف اللي اتقطعت تنمو تاني من جديد كأنها ما اتقطعتش أصلا. وده كان السر اللي ليو كان عاوز يتعلمه من القبضة المزدوجة، ازاي يسيطر على ذكريات حد ويمسحها ويزرع مكانها حاجة جديدة، وكمان يبقى عنده القدرة على التجديد. بعد شوية كان ليو نزل القبو تاني يدور على جونج، لما بيتفاجئ ان جثة ليانج مش موجودة فبيدخل بسرعة يدور يشوف ايه اللي بيحصل، وبيتفاجئ ساعتها بجونج بيهجم عليه وبيخنقه وهو في حالة غير عادية، وليانج كان هو اللي بيتحكم فيه. وليو بيتصدم لما بيلاقي ليانج سليم وبيقول له انه مش ليانج الحقيقي، بس ليانج بيفاجئه وبيقول له على اللي حصل له، وانه دلوقتي بقى بيمتلك القوة اللي كان بيحارب بقاله اكتر من 80 سنة عاوز يستحوذ عليها، القبضة المزدوجة اللي بتمسح الذكريات وايد بتزرع غيرها. وبيستخدم قوته دي على جده ليو وبيمحو ارادته وبيخليه زي الكوباية الفاضية فارغ من جوه وما عندوش لا ذكريات ولا وعي. وبيعمل نفس الحكاية مع كل العيلة بعد ما بيجمعهم في الساحة وبيمتص ذكرياتهم كلهم وبيدمرها، وبيسيبهم عايشين في الفراغ عقابا ليهم علشان محققوش كويس في حكاية هوان وصدقوا ان هو اللي قتلها، مع انها كانت اقرب واحدة له ومفيش حد اتدخل وحاول انه يدافع عنه حتى. في الوقت اللي ليانج بيروح يقابل كل الاشرار اللي كانوا موجودين في جبل لونج هو يوم الهجوم اللي حصل، كان تشولان موجود في نفس المطعم بيراقب اللي بيحصل. وقتها كان ليانج بقوته الجديدة قدر انه يسيطر على كل العصابة ويخلوهم يطيعوا امره كلهم وبيقدموا له احترامهم وبيعترفوا بيه القائد الجديد للمتعة الشريرة. وبعد ما تشولان بيلاقي ليانج بقى لوحده بيروح له وبيتفاجئ انه مش عارف ولا فاكر هو مين. ساعتها تشولان بيطلع حبة الجوز اللي هي اصلا الذكريات اللي ليانج كان اداها له قبل ما عيلته تقبض عليه علشان ما يعرفوش السر اللي شيلين كان بيحميه. ساعتها بقى في الوقت ده ليانج بيمتص الذكريات دي وبيفتكر كل حاجة، وبيوري تشولان ذكرى لجده لما قابل زونج من اكتر من 60 سنة لما كان زونج بيحاول يخليه يرجع تاني الجبل، وكان وقتها موينج مع شيرين ومستنياه علشان يهربوا سوا. ولما تشولان بيقضي يومين يفكر في الكلام ده كويس بيعرف ان الحل علشان باو باو تستعيد ذكرياتها هي موينج، وبيعرف ان الحالة اللي باو باو فيها دي ان في حد مسح ذكرياتها كلها. ساعتها الاتنين بيتفقوا انهم يدوروا على موينج واللي هتدلهم عليها هي إيرزانج البنت الآلية مساعدة شوسان. بيروحوا لشوسان وبيخلوه يساعدهم وبيخليهم يقابلوا إيرزانج، وبيتفاجئوا بيها بنت عادية جدا بس متصابة في حادثة وأطرافها وجسمها السفلي متقطعين وبقالها سنين على الحالة دي. قدر شانج انه يحافظ على وعيها بالأجهزة ومحافظ عليها في حوض من المواد الكيميائية اللي بتحافظ على جسمها، وعيها مرتبط بالأنظمة وشبكة الإنترنت وعارفة معلومات وكل حاجة بتحصل في العالم. بتقولهم ان ابوها حاول سنين انه يكشف سر القبضة المزدوجة علشان يخليها تسترجع جسمها واطرافها تنمو من جديد بس مش بينجح. بعد شوية بتيجي لتشولان رسالة فيها صورة موينج ولوكيشن المكان اللي موجودة فيه. بيروح على هناك هو وباو باو وبيكلم كام واحد من صحابه اللي اتعرف عليهم في المسابقة علشان يشتتوا الناس في الدار على اهتمامهم بأمتهم، واول ما بيشوفوها فعلا بيجروا على اوضتها وبيخطفوها. بس بنلاحظ ان موينج كانت في حالة غريبة زي اللي كان فيها المعلم الاكبر ليو، ولما بينجحوا بيخرجوها من الدار وبيحطوها في العربية بيتفاجئوا ان العربية بتتحرك وبيطلع ان ليانج هو اللي سايقها وبيهرب بالعربية قبل ما يعرفوا يمنعوه. بس تشولان مش بيهتم وبياخد باو باو وبيروحوا على قصر عيلة ليو لانه عارف ان ليانج هياخدها على هناك. فعلا كان تخمينه صح، وعلى ما بيوصل كان ليانج بيحاول انه يقرا ذكريات موينج بس بيتفاجئ ان الذكريات اللي في علاها دي هي ذكريات اخته هوان. ساعتها تشولان بيوصل وليانج بيقول لهم بقى على اللي حصل زمان، وان موينج بدلت افكار الناس وذكرياتهم على انه دفع اخته من على المنحدر قتلها، انما هوان ما وقعتش من على المنحدر ولا حاجه، وكان بيعمل كل ده السنين اللي فاتت علشان يعرف يوصل لها ويعرف راحت فين. فتشولان بيساله بالعقل كده وبيقول له ازاي خرجت من قصر عيلته بعد السنين كلها دي وهي كانت محبوسه ومحدش يعرف عنها حاجه. بيقول ان وقتها المنظمه جالها اتصال من شخصيه مجهوله قالت لهم ان موينج محبوسه في قصر ليو بعد يومين من قتل هوان المزعوم، وعشان يثبت له انه صح بيطلع له التسجيل بتاع المكالمه دي، واول ما بيشغله ليانج بيعرف ان ده صوت اخته. ساعتها بيهجم على موينج ويساله اخته راحت فين،
بيتفاجئ بيها بتتكلم لأول مرة وبتقوله الجملة اللي كانت أخته قالتها لها زمان يوم ما كانوا بيتكلموا على نظرية الكولا، وبتمدله إيدها بوعد الخنصر. ساعتها ليانج كان مصدوم وبيعرف إن اللي جوه موينج دي أخته هوان، وإن موينج الحقيقية هربت في جسم أخته بعد ما استبدلت وعيها. وبنرجع فلاش باك وبنشوف اللي حصل فعلا، وإن في اليوم ده بعد ما ليو خرج بالطفل، موينج بتخلي هوان تقرب منها وبتسحب ذكرياتها ووعيها كله وتدمره، تنقل لجسم هوان وعيها هي كموينج وبتخرج من الزنزانة. ولما ليانج راح وراها عند المنحدر مسحت ذاكرته ولعبت في ذكريات المزارعين اللي شافوهم ولفات موت هوان. وبتروح بعدها تزور قبر شيلين وهي بتفتكر اللي حصل لما كان عندها 25 سنة، وقت ما كانت هربانة مع شيلين وزونج كان بيحاول يقنعه انه يرجع مع الجبل. ساعتها ليانج بيطلب من تشولان كل ذكريات جده اللي كان اداها له قبل كده علشان يحاول يكسر الختم اللي عليه، يمكن تدلهم على مكان موينج. تشولان بيثق فيه وبيديها له، ولما ليانج بيحاول انه يفتحها مش بيعرف، لو حاول يفتحها بالقوة هيفتح بعد تاني لعالم تاني، فتشولان بيصمم انه يكمل. فجأة المكان حواليهم بيتهد وبيظهر قطر جاشن، ثلاثة بيجروا لغاية ما بيقدروا يلحقوه ويركبوه، والقطر بينتقل بيهم من خلال بوابة جودو. فجأة بيلاقوا نفسهم في ذكرى من الماضي كانت حقيقية زي ما يكونوا عايشين اللحظة موجودين فعلا. الغريب ان كل اللي كانوا على القطر هم الغرباء الثمانية الأسطوريين. واحد منهم كان وو جين شانج، كان قاعد بيبكي جنب تابوت فيه بنت ميتة. المفاجأة ان البنت دي كانت باو باو. ساعتها باو باو بتتصدم ومبقتش فاهمة ايه اللي بيحصل ولو كانت ماتت قبل كده فعلا. فجأة الأنوار بتتغير في القطر وبتظهر هوان وجواها روح موينج، وكان جسم هوان زي ما هو الطفلة لسه ما كبرش ولا يوم، لأن الروح اللي جواها مش بتاعة الجسم ده. المهم إن هوان أو موينج بتروح تكلم باو باو بعد ما بتنادي عليها، وبتقولها إنها عارفة هي مين ومين أبوها اللي بيطلع وو جين شانج زعيم المتعة الشريرة، واللي هتدلها على الحقيقة لو راحت معاها. بعد شوية بنتفاجئ إن القطر وصل وادي غريب في عالم العناصر ال24، ودي كانت المرة الأولى القطر يجي هنا تاني من وقت حادثة جياشن. ومونينج اللي في جسم هوان بتشكرهم انهم قدروا يرجعوها هنا تاني. وبنعرف ان بقالها سنين من وقت ما هربت من ليو وهي بتحاول ترجع العالم ده، بس ما عرفتش لانها لما انتقلت لجسم الطفله ما بقتش تقدر تستخدم قوتها المطلقه اللي في جسمها كراشده. وكمان علشان البوابه تفتح لازمها طاقه تشيل اكتر من حد. بتقول لهم انها كانت هنا قبل كده مع باقي 9 غرباء القاوه، ومنهم فضلوا في العالم ده فتره يتاملوا لغايه ما وصلوا لمرحله التنوير وبقت قوتهم مفيش بعدها. في الوقت ده ليانج بيدرك انه في طريقه للبحث عن هوان بقى اكتر شخص ممكن هوان تكرهه، وانه اتغير ما بقاش بالبراءه ولا الطيبه اللي كان بيتمتع بيها زمان. وبيقرر وقتها انه يرجع ويسلم نفسه للمنظمه ويقبل عقابه. اما تشولان وباو باو فبيمشوا مع هوان لغايه ما بيوصلوا كهف كان فيه منحوته ضخمه جدا لباو باو في الصخر، وكان تمثالها باين عليه السعاده جدا. ومونينج بتقول لهم انها لما جت هنا مع ال8 التانيين كانوا علشان يرجعوا باو باو للحياه من تاني باستخدام قواهم الروحيه السحريه وقدره المكان على تجديد الطاقه. وبتقول لهم ان السبيل الوحيد كان عشان باو باو تصحى تاني انها تفقد كل ذكرياتها، وبتقول لها انها دلوقتي هترجع لها كل الذكريات اللي اخدتها منها زمان علشان تصحى. وبتستخدم قوتها في انها تعرض لها الذكريات لباو باو مع ابوها كانت محفوظه طول السنين دي في الكهف. ساعتها باو باو بتتحمس انها تستعيد ذكرياتها من جديد، مع ان تشولان كان بيقول لها ما تثقش في موينج، بس باو باو كانت ما صدقت. بتدخل معاها في اخر الكهف، وساعتها موينج بتستخدم قوه القبضه المزدوجه بتعمل حواليهم حاجز من الطاقه، ومره واحده بتقيد باو باو بقوه لتشي. وفي لحظه روح موينج بتخرج من جسم هوان وبتبدا انها تستخدم روح الهمس على باو باو وبتسحب كل ذكرياتها الجديده. بنكتشف انها بتعمل كده علشان عاوزه تمسح ذاكرتها وتنقل وعيها وروحها لجسم باو باو وتعيش للابد، بما ان باو باو بقت بتملك قوه نادره وتعتبر اقوى واحده في عالم الغرباء. وبنعرف ان موينج كانت عاوزه تنتقم، لان في الوقت اللي ال8 كانوا هنا بجثه باو باو علشان يرجعوها للحياه كانت موينج محبوسه في زنزانه. ليو بيعذبها وبيصفي دمها باستمرار. كانت فاكره ان اصدقائها هيجوا يدوروا عليها وينقذوها، بس مرت 80 سنه ومحدش افتكرها ولا حاول انه يعرف هي فين وينقذها، كون انها عايشه زي الجثه بالظبط. ساعتها تشولان بيشوف اللي موينج بتعمله، ونظره عينين باو باو اللي بتستنجد بيه وهي مشلوله مش عارفه تدافع عن نفسها وتتحرر. بيجري بسرعه علشان يساعدها، بس الحاجز بيمنعه وبيقع على الارض. ولما بيحاول يخترق الحاجز بالقوه اللي ورثها من جده مش بيعرف يخترقه. وقتها تشولان بيحس بالعجز فعلا، وشايف باو باو ملاكه الحارس بتعذب بالشكل ده ومش عارف ينقذها زي ما كانت بتنقذه طول عمره. وبيحاول تاني انه يخترق الحاجز وبيفعل درع التألق الذهبي، وساعتها بيشوف ذكريات باو باو معاه من وهو عنده 8 سنين وكانت بتحميه في السر، لغايه ما بيبقى عنده 22 سنه واصراره بيزيد انه لازم ينقذها. ساعتها جسمه بتقيد فيه النار حرفيا ومش بيعرف يخترق الحاجز، وبيقع على الارض فاقد الوعي اول ما بيشوفها غابت عن العالم. ساعتها تشولان بينتقل لبعد تاني تقريبا كده بعد الارواح، وكانت طاقته بيستمدها من الكون وبيخرج من روحه شعاع ضوء رهيب بعد ما افتكر كلام جده ان هو سر الكون وكل طاقه الكون ممكن يسيطر عليها ويمتصها. وبيقوم تاني تشولان وبيسلط صواعق برق ونور على الحاجز علشان يهده،
واتفاجئ بليانج وراه وبيسانده في الوقت اللي كان وانج ياي والباقيين كلهم شافوا شعاع الضوء في السماء وعرفوا باللي بيحصل. وفي اللحظة اللي كانت شولان طاقته خلصت بيتفاجئ ان الكل واقفين في ظهره بيمدوه بطاقتهم علشان يدمر الحاجز، لغاية ما بيوصل المعلم زوي آخر واحد، وحركة من ايديه بيمده بطاقة رهيبة بتخليه يكسر الحاجز، وموينج بتدمر وبتختفي. بس للأسف كانت ذكريات باو باو اتدمرت للأبد وفقدت ذكرياتها المرة التانية في حياتها. وبعدها بفترة بنشوف شولان نايم على سريره وكان لونه باهت زي ما يكون جثة، وبيتفاجئ بباو باو بس هي كانت ناسياه ومتعرفش هو مين أصلا. هنا بقى بيقرر انه يكمل حياته معاه ويحميها زي ما كانت بقالها سنين بتحميه في السر. وبنتفاجئ ان كل اللي كان عارفهم في رحلته دول كانوا جايين يطمنوا عليه ومستنيين انه يفوق من زمان. وتشولان بيعرف ان اهم مكسب والقوة الحقيقية في حياته وانه لما وقع في ورطة كانوا هم اللي في ظهره، مع ان كان منهم اللي معادينه في البداية، بس المواقف اظهرت كل واحد على حقيقته وانهم اصدقاء حقيقيين. وبعد فترة بنشوف تشولان مع باو باو رايحين في مهمة جديدة، لان دلوقتي عالم الغرباء بقى في خطر حقيقي بعد ما قوة تشولان اتفجرت. وبتعرف باو باو ان في واحد من كتاب القصص المصورة على علم بكل القصة وكان بيكتبها وبيرسمها بالتفصيل، فبتروح له علشان تقضي على القصة من قبل ما تنتشر. وأول ما بيفتح لها الباب بتصدم انها نسخة من بطل قصته وهي بتقرر تتعامل معاه. في النهاية بنعرف ان القوة الحقيقية هي ثقتنا في اصدقائنا ووجودهم جنبنا يساندونا في اوقات الخطر ويساعدونا نوصل لهدفنا. وان مش معنى ان القوي بتمتع بقوة مش عند حد تاني ان ده يديني الحق ان اكون متكبر ومغرور على اللي حواليا زي ما حصل مع وانج ياي كده، لانه جاله وقت وكان ضعيف واحتاج مساعدة اصحابه. وبكده يخلص الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل جديد بنعمله.